السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة يا حلوين؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. أنا دكتور عمرو نادي وبإذن الله هنكون مع بعض النهاردة في شرح شابتر جديد بعنوان ال AR Spectroscopy. طيب المحاضرة دي يا دكتور محاضرة جميلة بس طويلة شوية، محتاجة منك تركيز، والسبكتروسكوبي في العموم بيكون محتاج تركيز أكتر من الهيتيرو شوية. طيب المطلوب مننا إيه؟ البدلة بتاعتك الجميلة، وعايزك تسيب لي نفسك خالص 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 خالص. في البداية هناخدك في لفة كده دورية كبيرة، نعرف الدنيا بتبقى ماشية إزاي، وفي الآخر هنرجع من بعض تاني يا دكتور. ماشي، يلا بينا يا دكتور ندخل في المحاضرة. أول حاجة عندنا يا دكتور يعني إيه كلمة سبكتروسكوبي؟ بص يا دكتور، كلمة سبكتروسكوبي بيكون عندنا عينة، ولنفرض إن جالك الصيدلية واحدة بتقول لك يا دكتور بعد إذن حضرتك العلبة الجميلة دي أو الإزازة الجميلة دي ابني شرب منها دوا. ابني إيه؟ شرب منها دوا. والإزازة دي جيت بصيت لها كده بعناية يا دكتور، لما بصيت لها كده لقيت إيه يا دكتور بقى بكل بساطة؟ لقيت بكل بساطة يا دكتور إن هي حوالي 5 مللي. طب هو أنا أصلًا لو جبت 5 مللي دُولة أنا هاحلل فيها إيه بالضبط؟ ما إيه 5 مللي اللي أنت بتقول عليهم دي يا دكتور؟ أنت مجنون! يعني من 5 مللي ده أعرف لك اسم الدوا إزاي؟ أنا أصلًا أول ما أحط عليها 1 مللي من البيوريت كل الدوا باظ. أنا هاعمل إيه؟ هنا بقى بدأنا يا دكتور نفكر. الحالة اللي زي كده بدأنا نستخدم علم جديد، اسمه علم الSpectro. هو بقى يا دكتور علم الSpectroscopy ده، هو علم يا دكتور بيشمل تفاعل الضوء مع العينة. تاني، يا دكتور يعني إيه علم الSpectroscopy؟ هو علم يشمل تفاعل الضوء يا دكتور مع العينة. طيب تفاعل الضوء مع العينة يا دكتور هو هو ضوء وخلاص؟ أي ضوء وخلاص يا دكتور؟ قال لك لأ. الrange الطبيعي يا دكتور معانا من الأضواء، أنا عندي 3 أنواع من الأضواء أو 4 أنواع. عندي يا دكتور UV وvisible light. عندي أول حاجة إيه؟ UV light اللي هو الأشعة فوق فوق تحت البنفسجية أو فوق البنفسجية. عندي يا دكتور الأشعة اللي أنا باشوفها بعينيّا باسميها الvisible light. عندي يا دكتور أشعة تاني باسميها الinfrared. وعندي حاجة يا دكتور باسميها electronic radiation. طب يا دكتور بعد إذن حضرتك، هو يا دكتور العينة دي بتتفاعل مع مين؟ قال لك بكل بساطة، أنا هاخد العينة الجميلة دي، هاخد منها 1 مللي وهاحطها عندي في جهاز اسمه الUV، وهاخد يا دكتور عندنا كمان 1 مللي وهاستخدمه يا دكتور معايا في الIR، وهاخد كمان يا دكتور 1 مللي وهاستخدمه معايا يا دكتور في الHNMR، وهاخد كمان 1 مللي هاحطه معايا يا دكتور فين؟ هاحطه معايا في الماس يا دكتور. طب يعني إيه الكلام ده يا دكتور؟ بُص يا دكتور بكل بساطة، الواحد منّي في الUV بيعرف لنا يا دكتور هل المركب بتاعنا ده فيه conjugation يعني فيه double single double والّا لأ؟ إيه ده! يقدر يعمل كده يا دكتور؟ آه، يعرف لنا يا دكتور أنا عندي double single lone pair والّا مش عندي، يحدد لك يا دكتور الconjugation لو كان عندك conjugation. طب الIR يحدد لي إيه؟ الIR بكل بساطة يا دكتور حدد لي حاجة باسميها الfunction group المجموعة الوظيفية. هل المجموعة الوظيفية عندي كانت كحول؟ هل المجموعة الوظيفية عندي كربوكسيليك أسيد؟ هل المجموعة الوظيفية عندي يا دكتور بكل بساطة أمين؟ آه، مين اللي يقدر يحدد لك المجموعة الوظيفية؟ جهاز الIR. في عندي جهاز تاني اسمه HNMR بيقول لك يا دكتور الكربونات، الكربون اللي عندك ماسكين في بعض إزاي؟ هل الكربونة دي الأولانية والّا الكربونة دي التانية والّا هنا مثلًا في عنده أكسجينة والّا إيه بالضبط؟ يعني تسلسل ارتباط الكربونات والأكسجين مع بعض. طب هو يا دكتور والماس سبكتروسكوبي؟ الماس بيقول لك الوزن الجزيئي للمركب. طيب أنا كده عرفت، أنا عندي 4 أجهزة هناخدهم مع بعض. UV هيعرف لي conjugation، IR هيعرف لي function group، الHNMR هيعرف لي يا دكتور بكل بساطة ارتباط مين الكربونة الأولانية، مين التانية، مين اللي ماسكة في C double bond O، مين اللي ماسك في أكسجين. الماس هيعرف لي يا دكتور الوزن الجزيئي. طب والله العظيم جميل، يعني من العينة ال5 مللي دي هاقدر أحدد كل حاجة حرفيًا؟ أيوه تقدر تحدد كل حاجة حرفيًا، وتعرف لي يا دكتور هل يا دكتور اسم الدوا اللي عندك ده إيه؟ أو الكمية دي عندك اسمها إيه؟ ده أنا كده حلّيت موضوع كبير جدًا، أيوه، حلّيت موضوع كبير جدًا. هنا ده يا دكتور بقى جهاز خاص بيه، ده جهاز خاص بيه، ده جهاز خاص بيه، ده جهاز خاص بيه، كل واحد جهاز وهندرس الجهاز بتاع كل واحد حرفيًا. جميل، جميل جدًا، جدًا، جدًا. بعد كده يا دكتور يعني إيه سبكتروسكوبي؟ هو تفاعل الضوء مع العينة بتاعتي. أعرف من خلال التفاعل ده يا دكتور بأجهزة مختلفة الUV، أعرف أنا عندي conjugation، function group،
الكربونات والوزن الجزيئي، أنا مش محتاج حاجة تاني من المركب، أنا كده بالنسبة لي المركب بقى معروف. فهمنا الكلام؟ فهمنا الكلام. ميزة الspectroscopy دي يا دكتور، العينة اللي بتاخدها sample، عارف كل دُولة ممكن يستخدموا 1 مِلِّ فقط. إيه! يعني كل ده ممكن ياخد 1 مِلِّ؟ أيوه. يعني باتعامل مع العينات الصغيرة جدًا، جدًا، جدًا. كمان يا دكتور المركب الUV دي أو الspectrum دي يا دكتور بتكون دقيقة جدًا، جدًا، جدًا. إيه ده! يعني هي تقدر تتعامل وتدّينا كمان بدقة؟ أيوه تدّينا كمان بدقة. مش بس كده تدّينا بدقة يا دكتور، إيه، مش بتبوظ العينات. ما أنا علشان أعمل يا دكتور عينات وأعرف اسم المركب اللي عندي، أنا محتاج عينات كبيرة جدًا، 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 جدًا. واللي بيتعمل بيبوظ، يعني أنا لو جبت بيوريت مثلًا وحطيت نقطة على السامبل، خلاص السامبل باظت، العينة باظت، أيوه بكل بساطة. يعني مشكلة ديكها إن ديكها كانت يا دكتور العينات عندي بتبوظ، هنا العينات عندي سليمة زي ما هي. عارف ال1 مِلِّ ده يا دكتور بعد ما عملت كل ده، بيرجع تاني سليم ويتحط في البيكر. إيه ده! أيوه. بكل بساطة ما بيكونش عندي عينة باسميها destructive، يعني مش بتبوظ العينات عندي. ده بكل بساطة يا دكتور الspectroscopy. جميل؟ أتوقع إن هو بالنسبة لنا جميل. يالّا بينا بقى نرجع للمحاضرة بتاعتنا نقرا يعني إيه كلمة spectroscopy ونعرف هو بيتكلم عن إيه. الslides بتقول لك إيه بكل بساطة يا دكتور؟ بتقول لك يا دكتور الspectroscopy بكل بساطة هو أنا بادرس الinteraction ما بين يا دكتور المادة بتاعتي وما بين الelectromagnetic radiation، ما بين الإشعاع المُسلّط عليه. يبقى أنا باعمل إيه؟ بادرس تفاعل المادة بتاعتي ما بين الإشعاع المُسلّط عليه. باسميه إيه يا دكتور؟ باسميه EMR، يعني electromagnetic radiation. طيب يا دكتور قال لك التكنيك دي باستخدمها علشان أحدد الشكل الرئيسي والشكل المناسب بتاعنا يا دكتور. باستخدم 4 أجهزة، أول حاجة الmass spectroscopy، الinfrared والultraviolet والmolecular magnetic resonance اللي هو الHNMR. الMass ده بيحدد لنا إيه؟ بيحدد لنا حجم المركب، الحجم والفورمولا بتاعته. طيب يا دكتور اللي أنا باسميها الmolecular weight. طب والinfrared spectroscopy، infrared اللي أنا باسميها الIR. الIR بتحدد لنا الfunction group المجموعة الوظيفية الموجودة عندنا يا دكتور. طب والultra violet الUV بتقول لك لو أنت عندك conjugation يا دكتور system موجود والّا لأ. طب والHNMR اللي أنا باسميها يا دكتور الnuclear magnetic resonance spectroscopy، ده بتحدد لنا الكربون والهيدروجين framework، يعني الكربون ماسكة بكام هيدروجين والهيدروجين ماسك بكام كربون وترتيب الكربونات. طيب جميل، جميل جدًا. أول حاجة يا دكتور يعني إيه كلمة wave number؟ الwave nature، يعني إيه wave nature يا دكتور؟ بيقول لك طبيعة الموجة. الموجة بتاعتي في الAMR في الelectromagnetic radiation بيكون ليها طبيعتين، طبيعة موجية وطبيعة اللي أنا باسميها الطبيعة المزدوجة. أول طبيعة عندنا طبيعة الموجة يا دكتور، قال لك كل الإشعاعات اللي عندنا أو كل الAMR ليهم سرعة هي سرعة الضوء. سرعة مين؟ سرعة الضوء. طيب وليهم طول موجي باسميه لامدا، وليهم frequency تردد باسميه V، وليهم wave number باسميها V dash. بُص يا دكتور بس علشان نكون عارفين، الجزء اللي أنا هاشرحه ده جزء كيمياء جزء فيزياء خدناها في الفيزياء الحديثة في تالتة ثانوي، بس يا دكتور ما لهوش أي ستين لازمة. يعني هو سلايدتين كده ما لهمش أي ستين لازمة، يعني أنا مش عايزك تركّز فيهم أصلًا، ولو ركّزت فيهم مش هييجي لك عليهم أسئلة. ماشي؟ فالإشعاعات يا دكتور بيكون ليها سرعة وهي سرعة الضوء، وليهم طول موجي، وليهم frequency، وليهم wave number، يعني عدد الموجات اللي عملتها. طيب يعني إيه الwave length؟ الwave length الطول الموجي، هي المسافة ما بين يا دكتور قمتين أو قاعين متتاليين في نفس الموجة. يبقى هي المسافة ما بين two constitutive identical point، يعني نقطتين متماثلتين على نفس على موجتين متتاليتين يعني. اللي أنا باسميها المسافة ما بين قاعين أو المسافة ما بين قمتين. دي بكل بساطة يا دكتور يعني إيه الwave length؟ الwave length يا دكتور بكل بساطة هي المسافة ما بين two constitutive identical point، يعني نقطة متماثلة في الwave اللي بعدها. طيب قال لك يا دكتور دي باقيسها بإيه؟ باقيسها بالمتر. يبقى اللامدا يا دكتور باقدر أقيسها بالإيه؟ بالمتر. طب والwave الfrequency يا دكتور؟ الfrequency اللي هو التردد. التردد يا دكتور بكل بساطة عدد المرات أو عدد الcycles اللي حصلت معانا بالwave، يعني الwave لفِّت كام مرّة، عادت نفسها كام مرّة، اتكرّرت كام مرّة، فين يا دكتور؟ at a given point per second، يعني عند نقطة معيّنة في الثانية. يبقى هل الموجة بتاعتي اتكوّنت كام مرّة؟ في الثانية يا دكتور، ده باسميها الfrequency. يبقى التردد بتاعنا كام موجة يا دكتور حصلت عندنا في الثانية. طب الwave number، الwave number يا دكتور هو الnumber of wave، يعني عدد الموجات في ال1 سنتيمتر. تاني، هو عدد الموجات في ال1 سنتيمتر ده باسميه الwave number. طب الwave number دي معناها إيه؟
قال لك إن اليو داش دي اللي فيها داش دي بكل بساطة بيساوي 1 على لامدا، 1 على الطول الموجي، بيساوي إيه يا دكتور؟ 1 على الطول الموجي وباقيسها بالسنتيمتر. يبقى تاني عندي الwave length هو المسافة ما بين قمتين أو قاعين متتاليتين، عندي الwave number هو يا دكتور مقلوب الwave length، مقلوب الwave 1 على الwave length. عدد الموجات يا دكتور اللي حصلت عندنا في 1 سنتيمتر. طب يا دكتور الفريكونسي عدد الموجات اللي حصلت عندنا يا دكتور في الثانية الواحدة. طب إيه هي العلاقة يا دكتور ما بين اللي جايين ده؟ قال لك إن السرعة أو التردد بتاعنا بيساوي السرعة على لامدا، الV بيساوي السرعة على الطول الموجي. التردد بيساوي إيه؟ السرعة على الطول الموجي. طب يا دكتور اللامدا دي اللي هو إيه؟ ويف لينث بقيسها بالمتر. بالفي اللي هي الفريكونسي التردد بقيسها بالهرتز. طب يا دكتور السي السرعه اللي هو ثابت يا دكتور بتاع الضوء اللي هو 3 في 10 اس 8 مللي بير سكند تاني، متر بالسكند. 3 في 10 اس 8 متر ايه في الثانيه. طيب قال لك ان الاي ام ار يا دكتور هو برضو انا قلت لك هو ويف، ويف يعني يا دكتور موجه، وكمان يا دكتور هو فوتونز. يعني ايه يا دكتور فوتونات؟ يبقى ليه طبيعه موجيه وطبيعه فوتونيه. طيب الفوتونات قال لك يا دكتور عندي حاجة اسمها energy. يعني إيه energy؟ energy اسمها طاقة. جبنا قاعدة عندنا باسميها الإيبنشتاين بلانك إيكويشن. المعلم بلانك جه قال لك كتب لك معادلة، قال لك إن الطاقة بتاعتي بتساوي HV. اتش ده اللي هو مين؟ الثابت بلانك بسميه بلانك كونستانت. طب والفي اللي هو ايه يا دكتور؟ التردد. مش انا قلت لك التردد هو عباره عن السرعه على الطول الموجي؟ ايوه بكل بساطه السرعه على الطول الموجي. هو الاتش دي يا دكتور بعد اذن حضرتك اللي هو ايه؟ انت قلت لي ان هو ثابت بلانك. طب هو ثابت بلانك ده بيساوي كام؟ بيساوي 1.58 في 10 اس ماينس 37 كيلو كالوري في الثانيه. علينا الرقم ده حفظ؟ لا مش علينا حفظ. خلاص بقى ما تحفظوش، مش مهم بالنسبه لي دلوقتي يا دكتور. طيب جميل. تعالَ نشوف يا دكتور الENMR. الEMR الelectromagnetic radiation. قال لك الelectromagnetic radiation يا دكتور بيقع فين بالضبط؟ قال لك أنا عندي حاجة باسميها الultraviolet، عندي حاجة visible light، عندنا حاجة اسمها infrared radiation، وعندي حاجة اسمها microwave radiation. كل ده يا دكتور بيقع عندي يا دكتور الكلام ده. طيب أول حاجة الultraviolet دي يا دكتور أعلى في الطاقة، يعني طاقة أعلى. الميكروويف طاقة أقل. تاني الالترا فايلوت طاقة أعلى، الميكروويف طاقة أقل. طب ده يا دكتور بعد إذن حضرتك الطاقة الأعلى ده أهو أو الطاقة الأقل إيه الفرق ما بينهم؟ تعالى نعرف يا دكتور الفرق ما بينهم. بص يا دكتور كلمة فريكوانسي معناها التردد. معناها إيه؟ التردد. طيب يعني إيه التردد؟ يا دكتور التردد بكل بساطة هو عدد مرات ظهور الموجة عندي في الثانية الواحدة. أو في 1 سنتيمتر، ده باسميها الإيه، التردد. فبيقول لك إن التردد بيتناسب تناسبًا عكسيًا مع الwave length. تاني، يعني يتناسب تناسبًا عكسيًا مع مين؟ الwave length. فتروح جاي كاتب لي كده يا دكتور إن الفي يتناسب تناسبًا عكسيًا مع مين؟ مع الطول الموجي. طيب جميل. قال لك أهو the greater frequency يعني تردد كبير معناها the shorter wave length يعني الطول الموجي بتاعنا قليل. فالفي يتناسب تناسبًا عكسيًا مع الواحدة على لامدا. طب يا دكتور الطاقة الإنرجي قال لك إن الإنرجي بتتناسب تناسبًا طرديًا مع الفريكونسي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه تتناسب تناسبًا طرديًا مع الV. يعني الطاقة تتناسب تناسبًا طرديًا مع الfrequency. طيب هو الfrequency ده أنا قُلت لك تتناسب تناسبًا إيه مع الطاقة مع الwave length؟ قُلت لي تتناسب تناسبًا عكسيًا. فيا دكتور هي تتناسب تناسبًا عكسيًا مع الطول الموجي. إذًا يبقى الطاقة تتناسب تناسبًا عكسيًا مع مين؟ مع الطوب الموجي. فهي تتناسب تناسبًا عكسيًا مع الwave إيه؟ مع الwave length. فبيقول لك إن الhigher frequency معناها إنها عندي طول موج قليل، معناها إن أنا عندي طاقة أعلى. تاني high frequency تردد كبير، طاقة أعلى، طول موج قليل، طاقة أعلى، طول موج قليل أهو. فالطاقة بتتناسب تناسبًا مع الV وبتتناسب تناسبًا عكسيًا مع الإيه؟ مع الطول الموجي. طيب جميل، جميل يا دكتور جميل. طب الphotons بقى يا دكتور الفوتونات قال لك يا دكتور بتختلف في الانرجي في الطاقة. فمثلا لو انا عندي اكس راي، الاكس راي عنده هاي انرجي. تاني الاكس راي عنده هاي انرجي. طب يا دكتور لو انا عندي راديو راي، راديو ويف راي، الراديو ويف ليه عنده يا دكتور لو انرجي. وبالتالي في الاكس راي اللي هو عنده هاي انرجي ده يا دكتور عنده طاقة عالية، عنده تردد عالي، طول موجه قليل. الراديو راي عنده يا دكتور طاقة قليلة معناها عنده
تردد قليل، طول موجي عالي. عنده إيه؟ طول موجي عالي. طب الUV radiation ده عنده إيه يا دكتور؟ عنده طاقة عالية. طيب طاقة عالية يا دكتور معناها إيه؟ معناها بكل بساطة طول موجي قليل. معناها يا دكتور بكل بساطة تردد عالي. يبقى تاني عنده طول موج قليل وتردد عالي. في حاجة عندنا بنقيسها برضه بنستخدمها اسمها اليو اللي عليها داش دي بسميها واحد على الطول الموجي، واحد على لمدة. طيب يا دكتور يعني تتناسب تناسبا عكسيا مع الطول الموجي اهو، تتناسب تناسبا عكسيا مع اللمدة. أيوه، كأنها تتناسب تناسبًا طرديًا مع مين؟ كأنها تتناسب تناسبًا طرديًا مع الطول مع الfrequency. تاني يا دكتور إيه عدد الموجات الwave number يتناسب تناسبًا عكسيًا مع الطول الموجي، ما هو بيتناسب تناسبًا عكسيًا مع الطول الموجي، فيتناسب تناسبًا طرديًا مع التردد. إذًا يا دكتور أنا ممكن أقول هنا إيه؟ هنا أنا عندي طول موج قليل، يعني أنا عندي wave number عالي. عندي إيه يا دكاترة؟ wave number عالي، frequency عالي، طاقة عالية، تردد عالي، وآخر حاجة عندي طول موجي قليل. طول موجي قليل. طيب فبيقول لك يا دكتور أنا عندي في الاي ار سبكتروسكوبي أنا بقدر أقيس من المسافة ما بين 600 إلى 25 سنتيمتر إلى 4000 تاني. الرينج بتاعي من كام لكام؟ من 4000 إلى 625 تاني يا دكتور ما بيزيدش عن كده. يبقى في الاي ار سبكتروسكوبي الانفراريد سبكتروسكوبي الطاقة اللي أنا هقدر أقيسها الطول الموجي بتاعي يتراوح ما بين 400 إلى أو الويف نمبر بتاعي بيتراوح ما بين 4000 إلى 625. طيب ماشي يا دكتور يعني ايه كلمة ويف نمبر؟ الويف نمبر بكل بساطة هو مقلوب الطول الموجي، مقلوب الايه؟ الطول الموجي. فيا دكتور لما اجي اقيسه بقيسه بسنتيمتر ماينس 1. ليه؟ لأن يا دكتور الويف نمبر اهو بيساوي واحد على الطول الموجي. يعني بيساوي واحد، هو الطول الموجي بيتقاس بالايه؟ بالمتر. يعني واحد على المتر يعني بيساوي متر ماينس 1 اهو، او سنتيمتر ماينس 1. يا دكتور يبقى انا بقيس يا دكتور الويف نمبر بايه؟ بسنتيمتر ماينس 1. تعالى بقى نشوف يا دكتور النظرية بتاعت الاي ار. نظرية الاي ار بتقول لك ايه؟ قال لك ان لما يكون عندي يا دكتور مركب او عينة اهي، بالنسبة لي اهي، دي كده العينة، اخدها يا دكتور احطها في الجهاز ده كده الجهاز بتاعنا اهو. طيب الجهاز هنا هيعمل ايه؟ هيطلع يا دكتور ضوء وهيمرره على العينة، وهيحصل ايه يا دكتور؟ الضوء ده هيجي هنا ويحصل له هنا بيكون عندي حاجة اسمها ديتكتور، جهاز كمبيوتر اهو. جهاز الكمبيوتر ده يا دكتور بقى بيعرض لنا حاجة شبه الجراف كده. طيب تاني انا يكون عندي ايه يا دكتور تاني؟ عندي العينة، وعندي هنا مصدر ضوئي بيطلع يا دكتور الراديشن. يحصل ايه؟ تيجي على العينة تقابل الديتكتور يوصلها يرسمها كجراف على شكل الكمبيوتر. طيب فيحصل ايه بكل بساطة؟ قال لك يا دكتور انا عندي بكل بساطة العينة بحطها عليها اي ار انفراريد راديشن، يحصل عندي حاجة للعينة بسميها فايبريشن. يعني ايه كلمة فايبريشن؟ اهتزاز للعينة، اهتزاز للروابط بتاعة العينة. زي مثلا سي دبل بوند سي، الرابطة دي بتهتز، يحصل لها حاجة اسمها ستريتشنج او بيندنج. حاجة اسمها ايه؟ ستريتشنج او بيندنج. نفس الكلام سي تريبل بوند سي او سي دبل بوند ان او او اتش او كل ده يا دكتور بيحصل لها حاجة يسميها ايه؟ فايبريشن، اهتزاز. الفايبريشن ده يا دكتور يجي الديتكتور هنا يحس بيه، يبدأ يرسمه يا دكتور معانا على شاشة الكمبيوتر. طيب جميل. قال لك وين المولكيول exposed to IR radiation، يعني لما يكون عندي IR radiation هنا اهو، ايه اللي هيحصل معايا يا دكتور؟ قال لك ان الانرجي بيحصل لها امتصاص جوه العينة، وبتخلي العينة عندي يحصل لها فايبريشن، اهتزاز. طيب ماشي يا دكتور لما يحصل عندنا اهتزاز بيكون عندنا ديتكتور يعني حد بيحاسب وبيقيس يا دكتور الاهتزازات دي اهو، زي كده مثلا، فيعرف الاهتزازات اللي بتتم في العينة، فيبعت إشارات ويستقبلها ويبقى يرسم يا دكتور رسمة، يقول لك حصل عندي اهتزاز كذا واهتزاز كذا واهتزاز كذا. طيب الاهتزازات دي يا دكتور او الفايبريشن دي وجودها بيحدد لنا الفانكشن جروب، بيحدد لنا ايه؟ المجموعة الوظيفية. طيب الجهاز ده وظيفته ان هو يعمل لنا ايه؟ يرسم لنا يا دكتور اي ار سبيكتروم، يعني يرسم لنا يا دكتور جراف. الجراف ده لما اقراه
تاني يا دكتور الجهاز بتاعنا ده هو اللي هو الاي ار ده، اي ار سبكتروميتر، هيرسم لنا جراف. الجراف ده لما اقراه يكون انا بكل بساطه يا دكتور عرفت الفانكشن جروب الموجوده عندي. يكون انا عرفت ايه الفانكشن جروب الموجوده عندي. طيب يا دكتور الجراف ده ممكن يكون شبه مين؟ شبه الشكل الجميل اللي قدامك ده. اه ده اي ار سبيكترم بس بيكون اعقد من كده شويه. طيب بيكون عندي يا دكتور في الاي ار بقى من كام لكام؟ من 625 الى 4000. 625 ويف نمبر الى 4000 ويف نمبر. وفوق يا دكتور الترانسميشن الامتصاص. يعني حصل له فايبريشن قد ايه هنا؟ طيب هنعرف مع بعض يا دكتور واحنا ماشيين. طيب في عندنا حاجه بسميها فايبريشن فريكوانسي. يعني ايه يا دكتور فايبريشن فريكوانسي؟ يعني تردد الاهتزاز. تردد الاهتزاز. بص، انا لو عندي ذره اهي كربونه ماسكه في كربون، وجيت يا دكتور حطيت عليهم كده اي ار راديشن، نزلت عليهم ايه اي ار راديشن، دولت هيحصل لهم اهتزاز. طيب الاهتزاز بتاعت الرابطه دي يا دكتور، الفايبريشن ممكن تكون ستراتشنج. يعني يا دكتور هما الكربونتين يبعدوا عن بعض يحصل لهم ستراتشنج، او ممكن يحصل لهم حاجه اسمها كومبريشن، يقربوا من بعض خالص. يعني يا دكتور لا طريقتين، يا اما ده تمسك وتطول الرابطه خالص تبعد عن بعض خالص، يا اما يا دكتور الكربونه تصغر الرابطه خالص تنكمش تسميها كومبريسد. تاني يا اما يا دكتور تحصل لها ستريتش يعني توسع، يا اما كومبريسد تنضم. اما ستريتش توسع، يا اما كومبريسد ايه تنضم. جميل جميل. هنعرف مع بعض دلوقتي وهوريك ان شاء الله فيديو بيوضح لك الكلام ده. طيب ماشي يا دكتور. بقول لك ان يا دكتور ان الاستراتشنج ده بيعتمد على حاجتين. بيعتمد على كام؟ على حاجتين. هما الحاجتين حاجه بسميها السترينث اوف فايبريتنج بوند، يعني قوه الربط. حاجه بسميها ايه؟ قوه الرابطه. نعرف يعني ايه قوه الربط. تاني حاجة يا دكتور حجم العناصر. أنا هقول لك كلمة يا دكتور. هو بعد إذن حضرتك امسح لي بس الجزء ده كده. هات بس أيوه كده أنا عايز أحدده فاضي. بعد إذن حضرتك، هو أنا لو عندي سي ماسكة في دبل بوند سي، وعندي سي ماسكة تريبل بوند سي، وعندي سي ماسكة في سنجل بوند سي، جيت هنا يا دكتور ضفت اي ار، نفس الاي ار ضفتها هنا انفراريد راديشن، نفس الاي ار ضفتها على ده. طيب هسألك سؤال، انت هتقول لي يا دكتور ان هيحصل لها فايبريشن، يعني هيحصل لها ستريتشنج وكومبريشن. هل يا دكتور نفس الاي ار هتعمل دي زي دي زي دي؟ لا يا طبعا. ليه؟ لان ده مثلا دبل بوند محتاجه يا دكتور طاقه اعلى شويه، عاليه شويه. طيب ده يا دكتور تريبل بوند طاقه اعلى منهم. فهمت قصدي ايه؟ يعني يا دكتور كلما كانت الرابطه قويه، يعني بدل ما تكون رابطه واحده داخل دبل بوند يعني محتاجه طاقه كبيره، ولو سنجل بوند محتاجه طاقه اقل. أقل من مين؟ من ده ومن ده، من ده ومن ده. وبالتالي لو جينا شفنا يا دكتور الطاقة هنلاقي ده يا دكتور بيحصل لها فايبريشن عند 2100. ده يا دكتور بيحصل لها فايبريشن أو لحد 2300 يعني، من 2100 ل 2300. ده بيحصل لها فايبريشن عند 1600. ده بيحصل لها فايبريشن عند ال 1000. آه يبقى أنا عرفت كده يا دكتور لو كان عندي دبل بوند محتاج طاقة أعلى من إن أنا يكون عندي تريبل بوند، هيكون أعلى وأعلى في التريبل بوند. في خلي خالص لو أنا عندي إيه سنجل بوند. طيب ماشي يبقى جميل. بيقول لك كلما كان سترونجر بوند ذا هاير فريكونسي، يعني تردد محتاجها أعلى علشان يحصل له ستريتشنج. بيقول لك إن سي تريبل بوند سي بيحصل له هاي ستريتشنج فايبريشن عند 2100 إلى 2300. طب يا دكتور السي دبل بوند سي بيحصل له يا دكتور عند 1600 إلى 1650. جميل جميل جدا. ده أول حاجة معانا، أول عامل معانا اللي هو إيه يا دكتور؟ السترينث أوف الفايبريتنج بوند. إلى إيه يا دكتور؟ إلى الربطة. الربطة الثنائية مختلفة عن الربطة الثلاثية، مختلفة عن السنجل بوند. طب تعال نشوف بقى حجم العناصر. قال لك كلما كان العنصر صغير كل ما كان الطاقة أعلى. إيه ده؟
مش المفروض العكس لأ، كلما كان العنصر صغير كلما كان يحتاج طاقة أعلى. يعني مثلًا هاقول لك كلمة، أنا عندي نيتروجينة ماسك في هيدروجينة، عندي أكسجينة ماسك في هيدروجينة، وعندي كربون ماسك في هيدروجينة. عايز تقول لي إيه؟ عايز أقول لك بكل بساطة يا دكتور، الNH ده أهي، الNH ده عنصر صغير، وده عنصر صغير بيحتاج vibration كبير، بيحتاج طاقة كبيرة، طاقة كبيرة أوي. يا دكتور الأكسجين ده أهو، والهيدروجين ده أهو، الهيدروجين صغير جدًا والأكسجين كبير نُص ونُص، بيحتاج طاقة كبيرة برضه علشان يحصل لها vibration. طب والكربون دي يا دكتور ده كبيرة، والهيدروجينة صغيرة برضه بيحتاج طاقة كبيرة. فده يا دكتور بيكون عند 3400 هتلاقي طاقة 3400، ده هتلاقي 3300، ده هتلاقي عند ال3000. إيه ده يا دكتور! يعني محتاج طاقة كبيرة للدرجة دي؟ أيوه بكل بساطة. فأنت تقول معايا تاني يا دكتور، كلما كان كتلة العنصر، باتكلم على مين يا دكتور؟ على كتلة العنصر. كلما كان يا دكتور العنصر أو الربط بتاعنا lighter خفيف، كلما احتاج طاقة أو frequency أعلى، تردد أعلى. طيب زي مين؟ زي الNH، زي الOH، زي الCH، عندهم high frequency يا دكتور. بُص يا دكتور، الCH كانت 3000، تخيل بقى الC ماسكة في C كان كام؟ كانت 1000. في فرق شاسع جدًا. ليه؟ ليه يا دكتور؟ صغير، الرابطة صغيرة، كمان العنصر صغير، وكلما كان العنصر صغير كلما احتاج طاقة أعلى، عكس العناصر الكبيرة. ماشي؟ جميل، جميل. تعالَ بقى يا دكتور نعرف يعني إيه stretching ويعني إيه bending، يعني إيه كلمة تمدُّد ويعني إيه كلمة bending يعني إيه. أول حاجة يا دكتور stretching وbending بيحصلوا دايمًا، دايمًا في الcovalent bond. أول حاجة نخش فيها الstretching. stretching دي معناها إيه؟ معناها تمدُّد، تمدُّد للعنصر. طيب بيتم فين يا دكتور؟ بيتم عند high frequency، تردُّد عالي. طيب التردد ده بيكون منه حاجتين، يا إما يكون symmetrical stretching، يا إما يكون anti symmetrical stretching. يعني إيه كلمة الكلام ده يا دكتور؟ يعني بكل بساطة شايف يا دكتور الأكسجينة أهي، ماسكة في هيدروجينة، ماسكة في هيدروجينة. دي يا دكتور بتبعد، يعني بتتمدد لفوق كده، ودي بتنكمش. أو دي بتبعد وده بتبعد، يعني الاتنين بيبعدوا مع بعض وبينكمشوا مع بعض. تاني، إمتى بقى يسميه symmetric؟ symmetric يا دكتور بكل بساطة لو كانت لمّا نزّلنا الIR عليهم، اللي حصل إيه؟ الرابطة ده أهي طوِلت، والرابطة دي طوِلت في نفس ذات الوقت. طب يا دكتور لو كانوا قصروا فدي تقصر ودي تقصر في نفس ذات الوقت، باسميها symmetric stretching. طب يا دكتور asymmetric stretching أو anti symmetric، يا دكتور يعني دي مثلًا تقصر ودي تطول في نفس ذات الوقت، يعني الاتنين عكس بعض، أو دي تقصر ودي تطول، يعني برضه الاتنين عكس بعض. في فرق باسميها anti symmetrical stretching، وحاجة باسميها symmetrical stretching. ماشي يا دكاترة؟ ماشي يا دكاترة. يعني الاتنين لو symmetrical الاتنين يطولوا مع بعض، لو asymmetrical الاتنين واحدة تطول والتانية تقصر، واحدة تطول والتانية إيه؟ والتانية تقصر. طيب الbending يا دكتور بكل بساطة بيتم عند ترددات قليلة. الbending بيتم عند مين؟ ترددات قليلة. والbending دي معناها إيه؟ يعني دي بتتحرك يمين، دي بتتحرك شمال، يعني بيتحركوا يا دكتور في الزوايا، ما لهوش دعوة بقى stretching إن هو يتمدد أو مش هيتمدد، لأ ده التحركات ذات نفسها. يعني مثلًا twisting يعني ده الاتنين بييجوا كده والاتنين بيرجعوا مع بعض، يطلعوا قدام ويطلعوا مع بعض. wagging يعني واحد بيجنّح يمين والتاني يجنّح شمال، يجنّح يمين ويجنّح شمال، باسميها twisting أو wagging. طيب هو ليها 4 أنواع، فيها twisting wagging وفي حاجات تانية يا دكتور مش موجودة علينا. بس أعرف إن أنا عندي الstretching بيتم في الطاقات العالية، الbending بيتم عندنا في الطاقات القليلة. يعني إيه يا دكتور بكل بساطة؟ في عندنا برضه حاجة اسمها scissoring يعني زي المقص، ده بيقابل ده، ده كده بيقابل ده كده. طيب الwagging يا دكتور يعني الاتنين ماشيين ورا بعض يمين وماشيين ورا بعض شمال. twisting يعني طالعين لبعض قدام وراجعين لبعض ورا، كأنك أنت بتلف الورقة وبتطبق على نفسك الورقة. طيب ده بيتم في الlow frequency، ده بيتم في الhigh frequency، ده symmetric ده asymmetric. ده بكل بساطة bending أو باسميها scissoring مقص، twisting أو wagging يا دكتور. زي ما اتفقنا هناك كان يا إما symmetric يا إما asymmetric. طاقة قليلة أو frequency قليل، هنا طاقة عالية أو frequency عالي. طيب جميل، جميل جدًا، جدًا، جدًا.
فأنا بقى بكل بساطة يا دكتور الIR range بتاعنا كان بيكون ما بين 4000 ل625. يعني هاجي أرسم لك جراف كده يا دكتور، إيه اللي حصل تاني؟ جراف كده يا دكتور، الجراف بيبدأ عند 625 وينتهي يا دكتور عند 4000. وهابدأ بقى أرسم لك هنا كلام كده جميل وهنفهم مع بعض الكلام الجميل ده يا دكتور. طيب الجراف ده يا دكتور باقسّمه لخطين، أول خط يا دكتور ما بين 1600 ل3000 ونُص، والخط التاني تحت 1400. تاني أنا باجي أقسم الجراف من هنا كده عند 1500 أهو، طيب أو 1400 أهو، اللي تحتيه ده باسميه إيه، باسميه الfinger print. يعني إيه كلمة finger print؟ يعني بصمة الصباع. طيب يا دكتور فوق ال1400 ده باسميه الfunction group وده اللي هندرسه. طيب فبيقول لك يا دكتور بكل بساطة الIR العينة بتاعتي لمّا يحصل عندي يا دكتور وييجي على العينة، العينة في جزء منها بيحصل لها absorption، يعني الIR اللي هو الinfrared light الradiation لمّا ييجي على العينة، العينة تعمل فيها إيه؟ هتمتصه أو تعمل له transmitted أو تعمل له إيه؟ transmitted. طيب يا دكتور يحصل إيه للعينة؟ أدي العينة أهي، العينة أهو يا دكتور دخل عليها الIR، جزء يا دكتور العينة هتمتصه وجزء هتعيد تشتيته. طيب باسميه transmitted. طيب إيه اللي بيحصل بقى بكل بساطة؟ الspectrum بتاعنا الجميل ده ماله، بيعبّر لنا على الجزء اللي حصل له امتصاص وحصل له transmission، بيعبّر لنا عن كل حاجة حرفيًا للعينة بتاعتي. في جزء منه باسميه الfinger print اللي هو بصمة الصباع، بصمة الصباع دي يا دكتور تحت 1400. طيب دي معناها إيه يا دكتور بصمة الصباع؟ معناها يا دكتور أنا قُلت لك بصمة صباعك لمّا تيجي تفتح بيه تليفونك، هل في بصمة صباع تانية تبقى شبه بصمة صباعك؟ لأ، كل إنسان في الكوكب ليه بصمة صباع الخاص بيه. نفس الكلام بالضبط في المواد الكيميائية والمركبات الكيميائية سبحان الخالق الوهاب. عندهم في الIR بصمة صباع، يعني مش هتلاقي مركبين في الكوكب ليهم نفس الfinger print region، مش هتلاقي إيه، مركبين في الكوكب ليهم نفس الإيه، الfinger print. يبقى أنا كده أعرف حاجة، إن الfinger print region مختلفة ما بين مركب للتاني، وخلّي بالك بتكون معقدة جدًا، 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 علشان كده مش بندرسها. تاني، يبقى يا دكتور ما فيش مركبين في الكوكب بيشتركوا معانا فين يا دكتور؟ في الfinger print region. ليه يا دكتور؟ لأن الfinger print region بتكون خاصة لكل مركب في الكوكب. طيب هل في مركب يا دكتور يقدر يشترك فيها؟ لأ، ما فيش أي مركب يقدر يشترك فيها. هل إحنا نعرف ندرسها؟ صعب جدًا ندرسها. ليه يا دكتور؟ لأن هي بكل بساطة شايف عاملة إزاي؟ صعب جدًا ندرسها. فأنا مش بادرس الfinger print region، الناس بقى الكيميائيين المتخصصين أوي في الIR هم اللي يدرسوها. خلاص أنا بعدت يا دكتور بقى عن مين؟ عن الfinger print. أنا هادوّر على مين بقى يا دكتور؟ هادوّر على الfunction group reason. شايف ده يا دكتور؟ ده واحدة، 2 بس بيكتين، 3 بالكتير أوي، 4 بالكتير أوي، أوي، أوي. ساعتها هاقدر أفكّر. طيب قبل ما نبدأ يا دكتور ونشوف الspectrum بتاعنا، تعالَ بس نشوف. إيه يا دكتور؟ قال لك في حاجة اسمها IR وفي حاجة اسمها dipole moment. يعني إيه dipole moment؟ dipole moment يا دكتور يعني ثنائي القطب. يعني إيه ثنائي القطب مش فاهم؟ يعني يا دكتور لازم يكون ما بين كل ذرة والتانية فرق في الإلكترون نيجاتيفيتي، فرق في السالبية الكهربية. الدايبول مومنت. يعني مثلًا لو الهيدروجينة ماسكة في الكلور، الهيدروجينة بتاخد شحنة موجبة جزئية والكلور ياخد شحنة سالبة جزئية، اشمعنى؟ لأن الكلور أعلى في الإلكترون نيجاتيفيتي السالبية الكهربية من مين؟ من الهيدروجين. هنا باسميها دايبول مومنت، عنده دايبول مومنت، عزم ازدواجي. طيب يا دكتور لو أنا عندي كلور ماسك في كلور، هُم الاتنين يا دكتور ليهم نفس الإلكترون نيجاتيفيتي، هل هيكون في هنا عزم ازدواج أو في عندي dipole moment؟ قال لك لأ، مش هيكون عندي dipole moment. أي مركب ما لهوش dipole moment ما عندوش IR. تاني، أي مركب في الدنيا عشان يحصل له transition أو vibration لازم يكون عنده عزم ازدواج dipole moment. أي مركب ما عندوش dipole moment ما عندوش IR absorption، يعني مش هيحس معانا بالIR. طيب ماشي، ما تيجي ناخد مثال. أنا لو عندي ألكين أو ألقين بالشكل الجميل ده، أهو ده مثلًا ألقين أهو، ماله يا دكتور الألقين؟ الألقين ده يا دكتور الكربونة دي ماسكة في الكربونة دي، صح؟ طيب ماسكين مع بعض يمينها كربون CH3 شمالها كربون CH3، هل يا دكتور ده عندهم اختلاف؟ لأ، ده كربونة ماسكة في كربونة، هُم الاتنين نفس الإلكترون نيجاتيفيتي، بس في فرق. إيه يا دكتور؟ إن ده ماسكة ب3 بوند، ماسكة بإيه؟ 3 بوند، دي يا دكتور عندها C كمان ماسكة في كربون كمان، ودي ماسكة في كربون كمان. طيب في يا دكتور اختلاف في السلبية الكهربية هنا؟ ما فيش ولا اختلاف في السلبية الكهربية. فده باسميه حاجة اسمها symmetrical alkyne. حاجة باسميها إيه؟ symmetrical alkyne. دايمًا، دايمًا، دايمًا
لو لقيت سيمتريكال القين يعني سي تريبل بوند سي في النص يا دكتور، مش هيكون ليها اي اي ار ابزوربشن، ولا هيكون ليها دايبل مومنت. تاني يا دكتور، لو لقيت الكربون ماسكه في الكربون بسي تريبل بوند سي، مش هتلاقي ليها دايبل مومنت. امتى؟ لما يكونوا جوه المركب في النص ما لهمش اي دايبل مومنت. يبقى التاني يا دكتور مش هيظهروا معانا فين؟ في الاي ار. يبقى الاي ار ده يا دكتور مش هيظهر معانا. طيب يا دكتور بعد اذن حضرتك، لو انا عندي سي اتش 3، سي اتش ماسكه دبل بوند، سي اتش ماسكه سي اتش 3. ايوه بكل بساطه انا عندي برضو هنا يا دكتور اهو المركب الغالي ده. بس المركب الغالي ده عنده حاجه تانية. ايه بقى يا دكتور؟ ان السي دبل بوند سي ده، هناخد حاجه ان شاء الله معانا في الكيمياء، عندنا حاجه بسميها السيز وترانس، ان شاء الله هناخدها مع بعض. فده لا يطبق عليه يا دكتور ده. يعني اللي يطبق هنا اكتر حاجه عند الالقين. الالقين لما يكون يمينه زي شماله، معناها ان انا بسميه سيمتريكال القين. سيمتريكال القين ملهوش اي ار يا دكتور. طب لو جيت قلت لك انا عندي سي تريبل بوند سي اتش، وعندي هنا ار، وعندي هنا مثلا سي اتش 3، هسألك سؤال يا دكتور، ايه ده سيمتريكال القين؟ لا ده بسميه حاجه اسمها تيرمينال القين. تيرمينال. طب يعني ايه تيرمينال؟ يعني الاتش يا دكتور، كربون عندها اتش وكربون عندها كربون. طيب الكربونه دي شبه الكربونه دي؟ لا يا دكتور، يبقى هنا في عزم ازدواج، في هنا اختلاف شويه. اه. يبقى تاني يا دكتور، امتى ما يكونش في اختلاف؟ لما الكربونه دي تكون ماسكه في كربون والكربونه دي تكون ماسكه في كربون. هما الاثنين نفس بعض بالظبط، نفس بعض بالظبط، ما عنديش يا دكتور ما بينهم اختلاف. يبقى يا دكتور هما الاي ار بتاعهم مش هيظهر. اما ده يا دكتور يظهر له اي ار عادي، يظهر عندي اي ار عادي. ليه؟ ده عنده اتش، ده عنده سي اتش 3، تلفوا. اول ما يكون في اختلاف يبقى يظهر عندي يا دكتور دايبول مومنت، ويظهر عندي فايبريشن. فهمت يا دكتور موضوع الالقين؟ ايوه فهمت موضوع الالقين. امتى يا دكتور الالقين ما يظهرش؟ لو كان بسميه سيمتريكال القين. امتى يظهر؟ لو كان تيرمينال القين. طيب ماشي جميل. تعالى بقى نشوف يا دكتور الاي ار سبيكترم، نبدا نرسم الرسمه بتاعتنا ونفهم الرسمه بشكل افضل. اول حاجه انا عندي منطقه بسميها الاستريتشنج فايبريشن، ومنطقه بسميها البيندنج فايبريشن. الاستريتشنج فايبريشن بكل بساطه هي المنطقه اللي بيكون فيها الفانكشن جروب، هي المنطقه اللي بيكون فيها المجموعه الوظيفيه، فانكشن جروب. بتبدا من كام لكام؟ بتبدا عندي من 1400 تنتهي ل 4000. تبدا من كام؟ 1400 تنتهي ل 4000. طب والبندنج فايبريشن بتبدا من 650 ل 1400. ده بسميها الايه؟ الفينجر برينت ريجون، مش هدرسها. ماشي. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى انا كل دراستي هنا ان انا يا دكتور بعرف الفانكشن جروب ريجون، بعرف حاجه اسمها ايه؟ فانكشن جروب ريجون، اللي هو بسميها الاستريتشنج فايبريشن. طب واحده واحده مع بعض نفهم مع بعض. اول حاجه يا دكتور، وانا عايزك اول ما تشوف المركب كده تعمل لي 3 خطوط. اول خط معايا عند 1400. ماشي، تعمل لي خط بالشكل الجميل ده. طب تاني خط معايا، انا مش عايزك 1400 والله، بص خليه 1500 بعد اذن حضرتك. 3 خطوط فين؟ 1500 اهي. اعمل له مركب بالشكل ده، اعمل له خط بالشكل ده. تيجي عند ال 3000 نفس الكلام بالظبط. 3000 فين؟ اهي. اعمل لي يا دكتور بكل بساطه خط زيه. عند فين؟ عند ال 3000. ال 3000 اهي. ايه يا عم انت؟ اعمل لي خط كده يا دكتور عند ال 3000. يبقى انا كده عندي خطين. خط عند كام؟ 3000. خط عند 1500. طيب تحت ال 1500 اكتب له الفينجر برينت، ومش هدرسها. ماشي. فوق هنا يا دكتور بقى اللي هندرس المنطقه دي، وهندرس المنطقه دي مع بعض. طيب تعالى كده يا دكتور نشوف. من عند 1800 1600، 1800 1600 بحاول اشوف كل الدبل بوند، سي دبل بوند سي، سي دبل بوند او، سي دبل بوند ان. يبقى تاني 1800 1600، سي دبل بوند ان، سي دبل بوند او، سي دبل بوند سي. تاني سي دبل بوند ان، سي دبل بوند او، سي دبل بوند سي. فين يا دكتور من 1600 ل 1800؟ طب يا دكتور من 2100 ل 2300. 2100 2300 مالهم؟ هشوف السي تريبل بوند ان، سي تريبل بوند سي، سي تريبل بوند ان، وسي تريبل بوند سي. يبقى الدبل بوند فين؟ دبل بوند فين؟ عند 1800 او 1900 الى 1600. دكتور التريبل بوند فين؟ 2100 2300. احفظ ورايا، احفظ ورايا. طب يا دكتور من فوق بقى ال 2000 ونص لحد ال 3000 ونص هشوف بقى السنجل بوند، الروابط السنجل. بقى تاني من 2000 ونص ل 3000 ونص اشوف بقى الروابط الايه؟ السنجل، زي ان اتش او اتش سي اتش. طيب او اتش ان اتش سي اتش. طيب جميل جميل. تعالى مع بعض يا دكتور بقى هنحفظ شويه ارقام وهنيجي نطبقهم مع بعض بالظبط. بص يا دكتور، اول حاجه المنطقه بتاعتك انا قسمتها لك، قلت لك فوق ال 3000. تعالى بقى نمسكها اول حاجه. فوق ال 3000 هلاقي ايه؟
فوق ال 3000 عند 3600 ل3200 3600 فين أهي، 3200 أهي، أهي يا دكتور. هاشوف بقى عندي إيه، هاشوف عندي يا دكتور OH. إيه يا دكتور ده OH؟ ده الفينول أو الكحول، أيوه. هاشوف الOH بتاع الفينول أو الكحول. هاشوف يا دكتور كمان الNH2. NH2 ده primary أمين، ده بيكون ليه 2 peaks، يعني بيكون شكله عامل كده. بُص، بالشكل الجميل ده. طيب يا دكتور، هاشوف برضه حاجة اسمها NH primary أو secondary أمين. NH يعني N عندها هيدروجينة واحدة، بيكون one peak بالشكل ده. طيب ماشي. يا دكتور والفينول، الفينول بتكون برود شوية بالشكل الجميل ده، بتكون برود شوية. يعني إيه يا دكتور برود؟ يعني مش sharp، مش حادة بالشكل ده، بتكون واسعة شوية. طيب جميل يا دكتور. عند ال3500 لو لقيت في بيك مطوّلة جامد معانا وصلت ل2000 ونص، ده يا دكتور الOH بتاع الكربوكسيليك أسيد. ده عبارة عن إيه؟ OH بتاعة مين؟ الكربوكسيليك أسيد. مش الكربوكسيليك أسيد عبارة عن C double bond O ماسك في OH؟ أيوه، هي بكل بساطة الOH ده أهي بتاع الكربوكسيليك أسيد، بتبدأ من عند 3000 ونص عند 2000 ونص. طيب ماشي، هاقول لك بقى شكلها عامل إزاي دلوقتي. طب 3300 لو لقيت عندي بيك يا دكتور، دي معناها الهيدروجينة بتاعة القاين. يعني ايه هيدروجينة بتاعة القاين؟ يعني مش انا قلت لك انا عندي سي اتش ماسكه تريبل بوند، سي ماسكه في سي اتش 3 مثلا، ايوه. الهيدروجينة ده اهي بتاعة السي اللي ماسكه في الكربون ده اهي، تظهر فين؟ تظهر عند 3300. طب يا دكتور لو انا عندي الكين، الكين او بنزين، مش البنزين يا دكتور عبارة عن حلقة اهو، دبل دبل دبل، ايوه. وهنا في كل كربون عندها هيدروجينة، ايوه. فالكربونة ده اهي، الكربونة ده اهي ماسكة دبل بوند وعندها هيدروجينة. الهيدروجينة الغالية ده اهي تظهر عند كام؟ تظهر عند 2100 ل 3000، من 3000 ل 3100، من 3000 ل 3100. طب لو عندي سي اتش 3 ماسك في سي اتش، ماسك دبل بوند سي اتش 2، ايوه. الاتشايه ده هي يا دكتور، او الاتشايتين دولت يا دكتور هيظهروا ما بين 3100 ل 3000، 3100 ل 3000، اللي هي الاتشايه بتاعه الكربونه اللي عامله دبل بوند، الاتشايه بتاعه الكربونه اللي عامله دبل بوند. طب السنجل بوند بقى، اي سنجل بوند كربون وهيدروجين يظهر عند يا دكتور 3000 الى 50، 3000 الى 50 يعني 2950 الى 2850. طيب يا دكتور كده جميل، يبقى انا كده عند ال 3000 عرفت. اول حاجه 3000 لو كان فوق هنا يا دكتور 3600، اعرف ان انا عندي يا اما او اتش بتاعه فينول يا اما بتاعه ايه، بتاع كربوكسيليك اسيد. لو كانت عندي يا دكتور الاثنين فورك كده، اعرف ان انا عندي برايمري امين، يعني انا عندي ان اتش 2. لو كانت واحده كده يا دكتور يبقى انا كده عندي ان اتش، اللي هو secondary أمين. طب يا دكتور عند 3300 ألاقي عندي اتش الكاين، اتش الكاين. يا دكتور عند 3100، 3100 ألاقي عندي بكل بساطة اتش دبل بوند اتش كربون عندها دبل بوند، سواء كانت بنزين أو كانت يا دكتور دبل بوند. طيب ده يا دكتور اللي أنا حفظتهم لك. هننزل بقى تحت سنة بسيطة هنا في الحتة ده اهي. الحتة دي اللي هي ما بين كام؟ 2750 إلى 2850. 2000 كام؟ 2750 إلى 2850 أو 2700 إلى 2850. الأرقام مش لازمًا تكون واضحة أوي بالشكل اللي أنت شايفه ده. هنلاقي الهيدروجينة بتاعة الدهايد، مش الألدهايد عبارة عن C double bond O ماسك في هيدروجين، أيوه. يا دكتور الهيدروجينة ده أهي، ده أهي اللي ماسكة في الكربون ده أهي، تظهر عند 2850 إلى 2700، 2850 إلى 2700. طيب يا دكتور، عاوزين بقى نخش على منطقة التريبل بوند. منطقة مين؟ التريبل بوند. بص بقى يظهروا فين. هو انا عندي اتنين تريبل بوند، واحدة بتظهر عند 2300 ل 2100، اللي هو يا دكتور سي ده تريبل بوند سي بتاعت الالقين، والسي تريبل بوند ان بتاع يا دكتور السيانايد او السيانو. عشان عندي سي تريبل بوند ان، ايوه، اللي انا بسميها سي ان، ايوه، بتظهر عند 2300، 2300. بعد كده يا دكتور دخلنا عند المنطقة دهي اللي من 1900 إلى 1600. بكل بساطة، بكل بساطة 1800 ل 1650 يعني عندي سي دبل بوند او. 1800 1650 عندي سي دبل بوند او، ممكن بتاع كربوكسيليك اسيد، ممكن تكون بتاع الدهايد، ممكن تكون بتاع كيتو، بتاع استر، بتاع اميد، الله اعلم بيها. يعني عندي سي دبل بوند او ماسكه في ايه بقى دي، مثلا ماسكه في او اتش، ماسكه في هيدروجينا، ماسكه في او وعامله ار، ماسكه في العفريت الازرق، ماسكه في ان اتش 2. اهم حاجه انا عندي الاو اتش ده اهي هتظهر لي ما بين 1800 1650. طب يا دكتور السي دبل بوند سي، ما هو دبل بوند برضه يظهر ما بين 1600 ل 1650، 1600 1650 لوحده، لا ده كمان السي دبل بوند ايه.
طب يا دكتور السي دبل بوند سي بتاعة حلقة البنزين تظهر من 1500 ل1600، 1600 ل1500 أو 1450. الأرقام مش بالتفتوفة، هنعرف يعني إيه الأرقام مش بالتفتوفة. طيب هنا دخل بقى يقول لك الكربونايل ستريتشنج، مثلا لو كان عند 1700 يظهر لك الدهايد 1725. بص السلايدز دي الغاها لي، بالنسبه لي مش عايز اعرفها. ليه؟ لان هو بقى يبدا يفرق لك ما بين السي دبل بوند او ماسكه في او اتش، ولا هل هي ماسكه في ان اتش 2، ولا هي ماسكه يا دكتور معايا في اتشايه. بص الاختلاف ما بينهم بيكون ارقام بسيطه جدا، يعني يا دكتور 25 أو 10 أو 30، الكلام ده مش هاعرف أشوفه على الجراف. الكلام ده أنا كعمرو مش هاعرف أحدده أوي على الجراف، لإن الجراف يا دكتور عندي بالميات، مش هاقدر أشوف 50 ولا هاقدر أشوف 30 ولا 5 ولا 40 حتى. يبقى أنا يا دكتور ما يهمنيش أصلًا إن أنا أفرّق ما بين اللي هو ماسك فيها، ليه؟ لإن هو لمّا ييجي لك في الامتحان وأنا هاعرّفك طريقة اللي هو بييجي في الامتحان بييجي إزاي، يعني الslides دي ولا تهمك خالص يا دكتور. طيب هنا برضه بيعيدها لك، الOH بتاعة الفينول أو بتاعة مين؟ أو الكحول تظهر لي فين؟ شكلها برود، برود يعني إيه يا دكتور؟ يعني مش شرب، يعني بتبقى جاية كده. طيب ماشي، بتاع الكحول أو الفينول من 3600 ل3300. في كربوكسيليك أسيد، كربوكسيليك أسيد بقى يا دكتور بتكون بُص، 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 برود خالص كده. ده بتاخد نُص الجراف حرفيًا، بتاخد إيه؟ نُص مستحيل تغلط فيها، دي الOH بتاع الكربوكسيليك أسيد. طيب ماشي يا دكتور، بتظهر عند كام دي بقى؟ بتظهر عند 3500 أو 3600 إلى 2500. شايف بعيدة بتظهر واضحة خالص. طب الNH بتظهر عند 3600 ل3300، 3600 3300. أنا عارف إن أنت حتى الآن مش متخيل الموضوع، بس امشي معايا علشان نخلّي الموضوع بالنسبة لنا أسهل، هتلاقي الموضوع بالنسبة لنا أسهل لمّا نحفظ الأرقام. 3600 3300 دي يا دكتور، ده يا دكتور الأمين، سواء كان برايمري أمين أو secondary أمين. لو NH بس ده بتكون sharp كده، طب لو NH2 بتكون 4 أهو، يعني عاملة زي الشوكة. طب يا دكتور الإتشاي بتاع السي تريبل بوند سي تظهر من 3300 3200، بتبقى تيرمينال القاين. طب والإتشاي ده هي يا دكتور بتاع السي دبل بوند هنا، هتظهر لي فين يا دكتور؟ من 3100 إلى 3000، 3100 3000. ده بتاع السي اتش اروماتيك او سي اتش الكين او سي اتش ايه الكين. بعد كده عندي الالكان العادي بيظهر من 3000 الى 2850. بص هناك كان بيقول لك 2950 الى 2850، الارقام الصغيره ال 50 دي مش هتفرق معانا شويه. 2700 ل2850 ده بتاع الالدهايد. طب يا دكتور السي تريبل بوند سي او سي تريبل بوند ان 2250 او 2300 ل 2100، ماشي، بتاعت الالقاين او السيانو. سي دبل بوند او 1700 يا دكتور ل 1650، 1750 ل 1850، 1650 الدهايد كيتون اسيد استر. طيب سي دبل بوند سي 1650 1600 دي واضحه قدامنا بتاعت الكين. طب يا دكتور السي او لوحدها، سي او لوحدها يا دكتور ده انا مش عايز اعرفها، دي بتكون عند 1300 ل 1000، ده بتاع ايه؟ الفينجر برينت ريجون، فينجر برينت ايه ريجون، مش عايز اعرفها. طيب انا يعتبر كده قريت الارقام كذا مره. في حاجات علقت معايا يا دكتور، في حاجات علقت معايا وبدات احفظ فيها شويه. أنا عايزك بقى إيه، هنطبّق بقى. هنا التطبيق ده بالنسبة لنا أسهل بكتير أوي، وهيوفّر عليك وقت وتفهم أكتر وأكتر وأكتر. محتاج منّك بالله عليك كوباية القهوة بتاعتك تجددها وتيجي لي نشرب كوباية القهوة ندغدغ باقي المحاضرة. الباقي ده هو الجزء المهم اللي إحنا خدناه، ده جزء أنت ممكن تعرفه ما تعرفوش، أمّا ده لازم تعرفه، لإن ده السؤال أصلًا، ده السؤال أصلًا. فأنت بالنسبة لي كده محتاج تجدد تركيزك وتيجي معايا يا دكتور من أول هنا، لإن الجزء ده زي ما قُلت لك أهم جزء في المحاضرة. بعد كوباية القهوة يالّا بينا بقى يا دكتور نبدأ الجزء ده. الجزء ده أول حاجة بيتكلّم فينا يا دكتور رسمة الجراف، وتطبّق الأرقام اللي إحنا خدناها دي كلّها، هنطبّقها عليها واحدة، واحدة لا تقلق. أول حاجة يا دكتور هو لو عندي ألكان، طيب لو عندي ألكان بكل بساطة هارسم لك كده ألكان CH3 ماسك في CH3، ده كده ألكان عادي أهو. هتقول لي يا دكتور الألكان ده عبارة عن إيه؟ هتقول لي كربونة ماسكة في هيدروجين صح؟ وكربونة ماسكة في كربون. طيب أنا قُلت لك الكربون اللي ماسكة في كربون دي باشوفها، لأ ده في الfinger print يبقى أنا مش هاشوف دي، بس الكربونة اللي ماسكة في الهيدروجين دي أنا لازمًا أشوفها، هاشوفها عند كام يا دكتور؟ عند 2950 ل2850 لو أنت فاكر أهو، تحت ال3000 على طول، أهو فين ال3000 CH الألكان العادية الأليفاتيك العادية، هيكون 2850 ل2950 أو 3000. طيب يبقى أنا كده يا دكتور ما عنديش أي function group.
أنا عندي CH ألكان عادية بتظهر عند 2950 ل2850. هاجي عند الجراف، وأنا قبل ما آجي عند الجراف لازمًا هاقسّمه، فين 1500 أهي، أطلع فوق كده 1500 يا دكتور. طيب، أروح عامل الخط ده. فين 3000؟ آدي ال3000 أهي. اطلع فوق لل3000 اعمل لي الخط الجميل ده، عملت الخط الجميل ده. طيب، يا دكتور أنا قُلت لك أشوف عند 2950، يبقى دي 2950 فين؟ أهي. 3000 يبقى تحتيها على طول. أيوه لقيت يا دكتور، فاروح جاي كاتب عليها CH، أروح كاتب عليها إيه يا دكتور؟ بُص اكتب زي ما مكتوب كده بالضبط، CH stretch بتاع الأليفات الكربون. تاني، يبقى CH stretch بتاع أليفات الكربون. طيب وتحت هنا هاكتب كده يا دكتور عندي finger print. ما يهمنيش حاجة فيها يعني يا دكتور؟ لأ، ما يهمنكش فيها أي حاجة. ده الfinger print ما تكتبليش فيه أي حاجة، اكتب لي بس إن أنا عندي هنا CH أليفات. طيب تعالَ نشوف يا دكتور اللي بعده. عندي ألكين، وقبل ما أبدأ في الألكين، الألكين عبارة عن إيه؟ CH2 مثلًا ماسك في C double bond CH2، صح؟ أيوه. أنا كده يا دكتور تعالَ نحلل الألكين ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كربون CH2 أهي ماسكة في هيدروجينة. طيب حلو أوي دي. يا دكتور الهيدروجينة دي كانت بتظهر فين الرابطة دي؟ قال لك بتظهر عند 3000 إلى 3100. خلاص حلو، يبقى أنا كده الهيدروجينة ده أعرفها عند 3000 3100. إيه تاني يا دكتور؟ أيوه، ما هي الC double bond C، صح؟ أيوه دي تظهر لي فين يا دكتور؟ عند 1600. يبقى أنا كده عندي 2 بيكس، في بيكس تانية ظاهرة؟ لأ ما فيش تاني. الهيدروجينة اللي هتظهر عند 3000 3100، أو الC double bond C اللي هتظهر عند 1600 1500. طب ما تيجي نشوف كده يا دكتور قبل ما أمسك، أروح جاي عند ال3000 فين أهي، اطلع فوق. أدي يا دكتور. فين ال1500؟ ده 1600، 1500 أهي. أدي 1500 يا دكتور. طيب، بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا قُلت لك أشوف كام؟ عند 1600 هالاقي بيك. فين 1600؟ أدي 1600 أهي. 1620 يا دكتور لقيت بيك، أو 1640 لقيت بيك، أنا مش عارف دي بكام بالضبط. أيوه، فهاقول يا دكتور عند 1650 تقريبًا لقيت C double bond C. C double bond C. طيب، يا دكتور مش هتفرق 50 أو هيفرق 100، ال100 أو ال50 دُولة ما يفرقوش معايا يا دكتور، ولا كأنهم موجودين عادي. طيب هالاقي إيه تاني؟ C double bond H عند 3080 أهو. شُفت أنت؟ أهو أدي 3000 قبل 3100 3080، فتقول له C double bond كده جنبها H stretch، وتكتب له دي ألكين. تكتب لي جنبها إيه؟ CH ألكين. يبقى أنا كده يا دكتور عندي CH ألكين أهو. طيب وجدت بقى يا دكتور هنا في الجزئية ده أهي، في الجزئية دي لقيت في بيك، دي معناها إن أنا عندي يا دكتور C ماسكة في H ألفاتِك. أيوه، ما هي أي مركب في الكوكب، أي مركب في الكوكب عبارة عن إيه مثلًا؟ CH3 ماسك في C double bond أو CH double bond كده، ماشي، CH2. أيوه يا دكتور، ما أنا هنا عندي CH أليفاتيك فلازمًا تظهر معايا. أيوه، فتظهر معايا وتكتب CH ألكان عادي، هنا CH ألكين عادي، وتكتب لي هنا يا دكتور C double bond stretch بتاع الألكين. فبكل بساطة يا دكتور، أول حاجة الCH bond بتاعة الألكين، CH bond بتاعة الألكين show narrow band، ماشي، والC double bond C، يبقى أنا كده عندي إيه؟ CH ألكين وC double bond C. C double bond C بتظهر فين؟ بتظهر عند 1650 1600 1650 1600. طب والCH دي يا دكتور بتظهر فين؟ عند 3000 3100 3000 3100. وبرضه بالإضافة عليهم يا دكتور أوقات مثلًا بدل دي CH2 خلّيها CH بس ماسكة في CH3. طيب، يعني يا دكتور عندي هنا برضه CH ألكان. CH ألكان يظهر عند 2950، هتلاقي برضه البيك بتاعته. فهمت قصدي إيه؟ طيب ماشي. تعال نشوف باقي الألقاين. ارسم لي الألقاين CH3 CH2 أي ألقاين C triple bond CH. طب يا دكتور ينفع أرسم الألقاين كده CH3 C triple bond C ماسكة في CH3؟ أيوه، ما أنا لو رسمته كده يا دكتور ما عندوش dipole moment، يبقى مش هيظهر معايا، يبقى no IR، مش هيظهر معايا في الIR. يبقى أنا كده فهمت، أنا لازم يكون عندي terminal alkyne terminal alkyne. طيب، اللي أنا لاحظته إيه يا دكتور؟ أنا عندي إيه بالضبط؟ عندي الC اللي عاملة triple bond دي ماسكة في هيدروجينة. إيه تاني يا دكتور؟ عندي بكل بساطة يا دكتور الCH ألكان العادية. عندي إيه تاني يا دكتور؟ عندي الC triple bond C. يبقى هيظهر لي ال3 دُولة، لازمًا أشوف ال3 دُولة. طب بكل بساطة يا دكتور CH دي هتظهر لي فين؟ أنا قُلت لك عند 3300 إلى 3200.
طب والCH الكان العادي 2950. طب يا دكتور C تريبل بوند C دي تظهر لي عند 2100 إلى 2200. طيب إيه رأيك نشوف؟ يلا بينا نطبق. أول حاجة أنا عايز أشوف دي يا دكتور، لازم أشوفها. فأروح جاي كده عند 3000، إيه ده؟ 3300 أهي يا دكتور، البيك موجودة، طويلة خالص أهي. طيب لازم أنا أشوف دي كمان يا دكتور. شُفتها يا دكتور عند ال3000 أهي. لازم أنا أشوف الC تريبل بوند C عند 2100. فين 2100؟ أدي 2100 أهي. 2150 أهي يا دكتور طلعت عندي C تريبل بوند C. طب أعمل إيه تاني؟ قبل ما تبدأ لازم زي ما عوّدتك عند 1500 تطلع لي بإيه؟ بالسهم ده، ترسم لي كده. 3000 تطلع لي فين ال3000 أهي، تطلع لي كده. طيب تعمل لي إيه يا دكتور؟ تروح كاتب دي C ماسكة في H أليفاتيك. C تريبل بوند C terminal alkyne. تكتب لي كده فوقيها على السهم، ماشي؟ وتكتب لي هنا CH alkyne. ماشي يا دكاترة؟ جميل، جميل. يبقى أنا كده يا دكتور عندي مثلًا ولنفرض المركب ده أوكتاين أو أي حاجة، يبقى أنا كده زي الفل. طب يا دكتور لو أنا عندي بالشكل ده 4 أوكتاين يمينها زي شمالها، هل هيظهر عندي حاجة يا دكتور؟ لأ، لإن يا دكتور الC تريبل بوند C في النُص، يبقى يا دكتور ما فيش dipole moment. يبقى يا دكتور مش هيبقى عندي ولا C تريبل بوند H ولا هيبقى عندي C تريبل بوند C، يبقى ما فيش أي حاجة هتظهر لي في الجراف غير الغالي ده، اللي هو CH الأليفاتيك العادي، الألكاني العادي. فهمنا الكلام؟ يا رب يكون الموضوع واضح. يبقى تاني يا دكتور تاني، الC تريبل بوند C لمّا تكون في النُص عمرك ما هيظهر لك ليها جراف. فبالتالي مش هيظهر ليه في المركب ده كله غير الCH أليفاتيك بس. طيب، تعالَ نشوف حاجة تانية، إيه الأروماتيك يا دكتور؟ أروماتيك يعني حلقة بنزين. حلقة بنزين C double bond C C double bond C. طيب بكل بساطة حلقة البنزين عبارة عن إيه؟ هنا بيكون فيها هيدروجين، هنا بيكون فيه هيدروجين، هنا بيكون فيه هيدروجين، هنا بيكون فيه هيدروجين، وهنا كمان هيدروجينة، وهنا كمان هيدروجينة. طيب يا دكتور في كل حتة هنا كربونة، 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 كربونة. فأنا هيكون عندي يا دكتور C double bond C صح؟ ده لازم تكون موجودة. وهيكون عندي CH، ما هي الإتشاية دي هتكون موجودة صح؟ ماسكة في double bond. طيب ماشي. وهيكون عندي حاجة أنا هاقولها لك مش هتلاقيها موجودة عند حد تاني يا دكتور، حاجة باسميها أيزو، والّا مش over tone. تاني هيكون عندي ال3 دول CH over tone، وهيكون عندي C double bond C. طيب دي هالاقيها فين؟ دي هالاقيها زي ما اتفقنا مع بعض 1600 إلى 1450. دي هالاقيها فين يا دكتور؟ دي بكل بساطة هالاقيها الH ده أهي 3100 إلى 3000 أو 3000، 3050 إلى 3150، قُل 3100، يعني في الrange ده يعني. overtone دي هالاقيها يا دكتور حوالين ال2000. يعني إيه حوالين ال2000؟ يعني ممكن تكون قبل ال2000 أو بعد ال2000 بشوية. دي عبارة عن إيه الovertone دي؟ عبارة يا دكتور عن شكل بُص شايف أنت كده؟ أهو، بتكون بالشكل ده، بيكات صغيرة متتالية، بيكات صغيرة متتالية. طيب ماشي، تعالَ نشوف كده يا دكتور ونطبّق. أول حاجة يا دكتور الCH aromatic. CH aromatic ظهر عند كام؟ بُص كده، عندي يا دكتور أهو 3099. قبل ما أبدأ باعمل إيه زي ما عوّدتك، باجي عند ال3000، فين ال3000 أهي. يالّا يا دكتور اطلع لي بال3000. طلعت بال3000 لقيت بيك بعد ال3000 على طول عند 3100، يبقى أنا عندي H alkene أو H aromatic، يبقى إما H alkene يا إما H aromatic. أعرف إزاي إن هي aromatic؟ أروح جاي يا دكتور بسرعة، بسرعة CH العادية أهي، فين يا دكتور عند 1500؟ أدي 1500 يا دكتور. أهو. دي يا دكتور بكل بساطة الC double bond C بتاع الحلقة الaromatic أهو. C double bond C بتاع مين؟ الحلقة الaromatic، أو برضه باسميها دي C double bond C بتاع الحلقة الaromatic. طيب ماشي. هالاقي إيه تاني يا دكتور؟ هالاقي الovertone. هالاقي فين؟ الovertone. فين الovertone؟ أهي. تقريبًا تحت ال2000 على طول، تقريبًا تحت ال2000 على طول. إذًا يا دكتور بكل بساطة أنا كده عندي حلقة بنزين فيها overtone، فيها بكل بساطة حلقة البنزين الأروماتيك أهي. طيب أنا كده عرفت كل حاجة، يبقى الCH دي هالاقيها 3100 أو 3000. هالاقي يا دكتور بنزين range عند 1650 ل1450. وهالاقي يا دكتور في عندنا حاجة باسميها over bending بقى في الfinger print يا دكتور، يعني ال3 بيكات بيكونوا طوال خالص كده عند 750. 750 معلش، 750 من 650 ل850، قُل 750. طيب هتلاقي 3 بيكات طويلة كده بس برضه لا يهمنا، لا يهمني.
اللي يهمني اللي أنا قُلت لك عليه يا دكتور، أي حاجة في الfinger print لا تهمني، يهمني دُولة يا دكتور 3100 ويهمني الovertone دي مهمة جدًا، مهمة جدًا الovertone. طيب تعالَ نشوف بقى يا دكتور الnitrile. هتقول لي برضه يا دكتور السؤال هييجي لك إزاي؟ اصبر هناخد أسئلة ونفهّمك الأسئلة، بس أنا بافهّمك الجراف بتكون عامل إزاي وهتشوف إيه في الجراف. الأول ما نستعجلش، المحاضرة واحدة، واحدة هنفهم كل حاجة. الnitrile عبارة عن إيه؟ الnitrile بكل بساطة C triple bond N هتظهر عند كام يا دكتور؟ 2100 إلى 2300. طيب ما تيجي نشوف كده مع بعض يا دكتور أهو، جيت عند ال2100 أدي 2100 2200 2300 يعتبر أهو، يعني يا دكتور عند 2250 لقيت بيك بالشكل الجميلة دي، يبقى أنا كده البيك دي يا دكتور يا إما C triple bond C يا إما C triple bond N صح؟ أيوه، لو C triple bond C يبقى أنا لازم ألاقي بيك تاني ليها هنا عند 3300 اللي هو الH بتاع الC triple bond. هنا لو كان عندي سي تريبل بوند لازم الاقي لها بيك هنا ايوه ما لقيتش يبقى انا يا دكتور البيك الجميله دي بتاع السي تريبل بوند ان يبقى انا لازم افرقها ما بينها لازم افرق السي تريبل بوند ان من السي تريبل بوند سي افرقهم ازاي عن بعض يا دكتور السي تريبل بوند ان لوحديها بيكون عندها دي بس اللي هي فين يا دكتور اللي عند 2250 او 2200 دي النيترايل طيب يا دكتور لو انا شاكك في القاين لو انا شاكك ان هي دي ممكن تكون سي تريبل بوند سي بتاع القاين يبقى انا لازم الاقي الاتش بتاعت الالقاين فين يا دكتور اللي هي بتظهر عند 3300 ما لقيتهاش يبقى انا كده بكل بساطه يا دكتور عندي مين عندي السي تريبل بوند ان عندي مين يا دكاتره السي تريبل بوند ان فالنيترايل تظهر لي هنا يا دكتور يبقى النيترايل كل اللي فيها ايه عندها سيانايد عندها ايه سيانايد سي تريبل بوند ان سي تريبل بوند ان تظهر عند 2250 2250 طيب جميل جميل جدًا، جدًا، جدًا يا دكاترة. فخلّي بالك إن هي كمان بتكون أقوى شوية من بتاعة الألقاين، يعني بتاعة الألقاين بتكون لحد هنا مثلًا، شايف دي نازلة لتحت شوية، فهي بتكون أقوى منها شوية يا دكتور، ماشي؟ ماشي. تعالَ نشوف الألكحول، ارسم لي كحول CH3 مثلًا، CH2 ماسك في OH، ده كحول عادي أهو. هالاقي إيه يا دكتور؟ أول حاجة الOH دي 3600 إلى 3300 في الrange ده. هالاقي برضه CH ألكان عادي. عند 3000 يا دكتور أو 2950 طب ما تيجي نشوف كده مع بعض وأنا بارسم لازم 3 خطو أو الخطين بتوعي 1500 3000 طيب لقيت يا دكتور بيك برود بالشكل ده عارف أيوه برود كده يا دكتور بالشكل الجميل ده يعني مش حادة يبقى أنا أعرف إن أنا عندي كحول وخلي بالك مشهورة جدًا، جدًا، جدًا بقى إيه مشهورة جدًا، جدًا، جدًا يبقى 3600 3200 أو 3300 ألاقي الOH الجميلة خالص دي فين أهو 3000 يا دكتور لسه ده بادئ عند 3600 ماشية معانا لحد 3200 يبقى كده يا دكتور عندي OH بتاعة مين؟ بتاعة الكحول. في حاجة تانية يا دكتور عندنا؟ لأ ما فيش حاجة تانية يا دكتور ممكن CH ألكان عادية بقى أهو ده الألكان العادي يا دكتور ده مثلًا كان اسمه بيوتانول. اللي تحت ده ما يهمنيش، أنا يهمني الOH يا دكتور دي شكلها برود، شكلها إيه؟ برود، يعني يا دكتور مش طالعة بأي زاوية. طيب تعالَ نشوف الألدهايد والكيتون، الفرق ما بين الألدهايد إيه يا دكتور؟ الألدهايد سي دبل بوند O ماسكة في H، الكيتون سي دبل بوند O ماسك في كربون يمين، ماسك في كربون شمال، ده الكيتون. طيب تعالَ نشوف. يا دكتور بعد إذن حضرتك أنا هاشوف إيه في الألدهايد؟ في الألدهايد بكل بساطة يا دكتور أنا هاشوف عندي سي دبل بوند O في الألدهايد، وهاشوف عندي الCH ده أهي، CH دي اسمها إيه يا دكتور؟ C ماسكة في H والكربونة دي عاملة double bond O أيوه، دي اسمها CH ألدهايد، الألدهايد دي باشوفها عند 2750 بالضبط يعني، وبتكون يا دكتور سنتين، يعني كده سنتين، بتكون إيه؟ سنتين عاملة زي بتاع الNH2. طب والكيتون يا دكتور؟ الكيتون بس هاشوف عنده C double bond O. طب والألدهايد؟ هاشوف برضه عنده C double bond O، مش هُم الاتنين عندهم C double bond O؟ أيوه، يبقى أنا كده هاشوف حاجتين يا دكتور في الألدهايد. طيب إيه هُم الحاجتين اللي أنا هاشوفهم في الألدهايد؟ أول حاجة C double bond O عند 1710. طب يا دكتور هاشوف كمان الهيدروجينا ده أهي 2800 2700. طب الكيتون؟ هاشوف يا دكتور C double bond O فقط لا غير. C double bond إيه؟ فقط لا غير. طيب يا دكتور ارسم لي مركب يا دكتور كيتون. كيتون CH3 مثلًا ماسك في C double bond O ماسك في CH3 يالّا يا دكتور ارسم لي واحد زيه ألدهايد CH3 CH2
سي دبل بوند او ماسك في هيدروجين. طيب انا هشوف ايه هنا؟ هنا هشوف دي يا دكتور، ده لازم أنا اشوفها 1710. وهشوف ايه تاني؟ سي اتش اليفاتيك الكان عادي، هلاقيها عند 3000. ماشي. طيب هنا هتشوف ايه يا دكتور؟ هشوف السي دبل بوند ايه ده يا دكتور عند 1710. وهشوف السي اتش ده هي يا دكتور عند كام؟ عند 2700. هشوف يا دكتور الالكان العادي سي اتش الكان عادي عند 3000. يعني في بيك زياده ظهرت عندنا هنا، انهي بيك يا دكتور؟ البيك الجميله دي هي الزياده عندنا. يبقى انا اعرف ازاي افرق ما بين الكيتون والالدهايد؟ والله يا دكتور اروح عند 2700، لو لقيت السي اتش الجميله دي موجوده اذا انا عندي كده الدهايد. لو ما لقيتهاش موجوده يبقى انا عندي كيتون، لو ما لقيتهاش موجوده يبقى انا عندي ايه؟ كيتون. تعال نشوف مثال. جيت يا دكتور زي ما عودتك دايما اعمل ايه؟ فين ال 1500 اهو، اطلع بده. فين ال 3000 اهو، اطلع بده. اول حاجه بفكر فيها، انا يا دكتور عندي سي الدهايد ولا كيتون؟ الدهايد. يبقى لازم أنا اشوف السي اتش ده اهي. فين السي اتش دي يا دكتور؟ 2720 2820 فين اهو؟ شايف اهو، نازله وطالعه فوق تاني. ايوه دي كده اسمها ايه؟ سي اتش الدهايد، سي اتش الدهايد. هشوف ايه تاني يا دكتور؟ هشوف السي دبل بوند او ده اهو. فين يا دكتور؟ عند 2000 1700. فين 1700 اهي؟ لقيت سي دبل بوند او. خلي بالك السي دبل بوند او دي بتكون كانسل الجراف كله، يعني كبيره قوي كده يا دكتور، كبيرة جدًا لتحت. شايف؟ أهو، كبيرة جدًا لتحت، يعني كانسة الجراف كله. وهالاقي يا دكتور ألكان بقى عادي، CH الألكان العادية أهو، دي CH ألكان عادية aliphatic. يبقى أنا برضه لازم أكتب كل حاجة على الجراف، لازمًا أعمل إيه؟ كل حاجة على الجراف. طيب ماشي، تعالَ نشوف بقى الكيتون. الكيتون هاشوف C double bond O. بُص كانسة الجراف كله C double bond O. هل هاشوف حاجة تاني؟ هاشوف الألكاني العادي، أدي الألكاني العادي. بس كده يا دكتور؟ بس كده. يبقى أنا كده عندي كيتون. يبقى أفرّق ما بين الكيتون والألدهايد إزاي؟ الألدهايد عندها CH عند 2700 ل2800. طيب تعالَ نشوف يا دكتور الكربوكسيليك أسيد. الكربوكسيليك أسيد عبارة عن إيه؟ مثلًا مثال CH3 C double bond O ماسك في OH. هالاقي الOH دي فين بقى؟ كانسة الجراف كله من 3500 إلى 2500. يا لهوتي! واكلة نُص الجراف. وألاقي السي دبل بوند إيه دي يا دكتور؟ فين يا دكتور؟ عند 1750. طيب وهالاقي دي سي اتش أليفاتيك عند 3000. لما تيجي نشوف، قبل ما نبدأ لازم نرسم. ارسم يا دكتور. فين يا دكتور 1500؟ ادي 1500 اهو. فين يا دكتور ال 3000؟ ادي ال 3000 ولنفرض ان هي دي. طيب اول حاجه هشوف ايه في الكربوكسيليك اسيد؟ الاو اتش ده اهو، الجميل ده اهو. عند كام يا دكتور؟ زي ما قلت لك بيكون كانس الجراف 3500 ل 2500، كانس الجراف كله. شايف؟ فين 3500 أهو، بادئين من هنا أهو. بُص، 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 شايف البيك عاملة إزاي؟ كبيرة خالص إزاي؟ مستحيل ما تشوفهاش، ده أنت لازم تشوفها لحد 2000 ونص. الكربوكسيليك أسيد مستحيل حد يغلط فيها. دي يا دكتور OH بتاع الكربوكسيليك أسيد. طيب هابُص يا دكتور تاني، أنا عند ال3000 CH عادية أهو، CH عادية، CH أليفاتيك عادية. طيب ماشي يا دكتور، هالاقي برضه واحدة كانسة الجراف كله اسمه إيه؟ OH نازلة لتحت خالص أهو، C double bond O. شايف نازلة لتحت خالص دي فين؟ سي دبل بوند أهو عند 1750 1725 1700. طيب جميل، جميل جدًا، جدًا. يبقى أنا كده عرفت أفرّق ما بينهم إزاي. يا دكتور دي بتكون كان بُص أكبر بيك موجودة عندنا، بادئة من 2000 3500 ل2500. طيب ماشي، ماشي يا دكتور. تعالَ نشوف بقى الأمين ونعرف إيه الفرق ما بين الأمين. أول حاجة يا دكتور لازمًا نفرّق ما بين الأمين. أنا عندي أمين مثلًا زي كده CH3 ماسك في CH2 ماسك في NH2 صح؟ وعندي أمين CH3 ماسك في NH ماسك في CH3. طيب وعندي أمين CH3 ماسك في N ماسك في CH3 ماسك في CH3. إيه الفرق ما بينهم؟ ده يا دكتور برايمري أمين، دي سكندري أمين، دي يا دكتور تيرشري أمين. تيرشري أمين ده أنا مش هالاقي حاجة لإن ماسكة في كربون بس. لإن ماسكة في كربون دي بتظهر فين يا دكتور؟ لإن ماسكة في كربون دي بتظهر في الفينجر برينت، يبقى دي ما لهاش أي ستين لازمة. ديّة يا دكتور أنا مش هاعرف أشوفها خالص. يبقى أنا هاشوف مين؟ هاشوف الN اللي ماسكة في هيدروجينا ده أهي، والN اللي ماسكة في 2 هيدروجين. اللي ماسكة في هيدروجينا دي بتكون بيك واحدة كده.
شايف؟ بيك واحدة كده. اللي ماسكة في 2 هيدروجين يعني ماسكة في بيك عاملة بيك كمان. زي السبعة كده. أدي بيك واحدة، أمّا دي 2 بيك يا دكتور مع بعض، ليه؟ لإن هنا الN ماسكة في 2 هيدروجين. طيب ماشي، باسميها إيه يا دكتور؟ باسميها spike زي الشوكة. في كده زي الشوكة اللي هي الNH2. طب الsecondary أمين يا دكتور؟ لأ، بتكون واحدة بس شرط. الsecondary أمين بتكون إيه يا دكتور؟ واحدة بس شرط، أهو only one H. طيب ماشي، يبقى أنا كده يا دكتور only one، معلش هنا بتكون قصدي fork. fork يعني شبه الشوكة. هنا spike يعني واحدة بس يا دكتور. تعال نشوفها هنا كده. الNH2 أدي واحدة 2 ماسكة 2. طيب هنا يا دكتور الNH واحدة بس أهو، spike واحدة بس. هنا كانت 2 أهم زي الشوكة، أمّا هنا واحدة بس يا دكتور. طيب جميل. هاشوفهم فين يا دكتور؟ عند 3300، حوالين ال3300. ماشي؟ طب ماشي يالّا نشوف يا دكتور. أول حاجة البرايمري أمين، قال لك بسبب الNH. الNH band stretch دي موجودة عندنا يا دكتور. ماشي، بس خلّي بالك أنا هافرّق بينها وما بين الOH إزاي؟ الOH الجميلة دي بتكون كده. طب أمّا الNH يا دكتور بتكون إزاي؟ بتكون sharp. بتكون إيه؟ sharp حادة. أمّا الOH بتكون برود. يعني إيه برود يا دكتور؟ بتكون بكل بساطة بالشكل الجميل ده. طيب ماشي. كمان يا دكتور مكانها بيكون left شوية، على الشمال شوية، ما بين 3600 ل3200. 3600 3200. لو أنا عندي primary أمين، يعني الN عندها 2 هيدروجين. يعني إيه الاتنين إن عندها هيدروجين؟ يعني هيظهر عندي على هيئة بيكتين. البيكتين دي شبه الفورك يا دكتور، شبه كأنك عندك شوكة. طيب لو عندي secondary أمين، هيكون عندي NH واحدة بس، يعني عندها اتشاية واحدة بس، فبتكون one spike. spike يعني واحد نازل لتحت كده على طول. طيب لو عندي tertiary أمين يا دكتور، يعني الN ما عندهاش هيدروجين، علشان كده الباند بتكون absent، يعني مش موجود عندنا أي حاجة. فهمنا الكلام؟ فهمنا الكلام. طب لو عندي C triple bond N، أيوه ده إيه؟ ده اسمه cyanide. الصيانات بكل بساطة يا دكتور، أنا قُلت لك عندي حاجة. أيوه الN ماسكة triple bond C. أيوه دي معناها إن هي تظهر لي عند 2225. 2225 تظهر لي بيك. طب يا دكتور هل الN ماسكة في هيدروجينات؟ لأ، يبقى no بيك عند 3300. يبقى 3300 مش هالاقي فيه ولا أي بيك. طيب جميل، جميل. ده عشان بس أفرّق ما بين الC والtriple bond N والprimary والsecondary والtertiary أمين. الtertiary مش هاشوف له أي حاجة. الsecondary هاشوف له واحدة بس يا دكتور زي الspike. طب يا دكتور والترشري؟ البرايمري هالاقي 2 عاملة زي الفل. طيب ماشي، ما تيجي نشوف. يا دكتور أهو. ده يا دكتور الترشري بيقول لك absent مش موجود. لمّا يكون الN ماسكة كربون يمين، كربون شمال، كربون تحت. أيوه بيكون يا دكتور tertiary يعني مش موجود. طب ما تيجي نشوف كده. أيوه يا دكتور ده عبارة عن إيه؟ عند 3300 يعني ده NH عادية. ده secondary أمين. أهو secondary أمين. طب ماشي، تعالَ يا دكتور برضه نشوف الspike. شايف الspike هنا أهي. ده كده برايمري أمين. كده برايمري إيه؟ أمين. طب وإحنا بنشوف السكندري أمين يا دكتور، مثلًا عندي CH3 ماسكة في NH، ماسكة في ولنفرض يعني، هاشوف إيه؟ هاشوف CH أليفاتيك أهو، أروح جاي من هنا كده أقول له أنا عندي CH أليفاتيك. بس كده، بس كده. يبقى يا دكتور لو أنا عندي يا دكتور سكندري أمين، سكندري أمين مثلًا ولنفرض CH3 C double bond CH2 أو C double bond O ماسك في NH2. أيوه NH2 يعني أنا عندي فرق. طب C double bond O يعني أنا عندي C double bond O عندي كام يا دكتور؟ عند 1700 خارب الدنيا، وعندي CH أليفاتيك. ده باسميها يا دكتور الجروب ده على بعضه باسميه أمايد بوند. أمايد يعني سي دبل بوند O ماسك في NH. طب ما تيجي نشوف كده يا دكتور. أول حاجة إيه اللي هتميز لي؟ الNH بتاعة مين؟ بتاعة دي الفورك. كمان السي دبل بوند O باند. طيب أول حاجة الNH دي يا دكتور هتظهر في الليفت عند 3600 ل 3200. ده الNH وهتظهر فورك. طيب يا دكتور كمان عند 1600 أو 1700، في حدود ال1700 يعني، نلاقي سي دبل بوند O. نلاقي سي دبل بوند إيه؟ يبقى في واحدة بتاعة الأمايد هتظهر عندي spike to spike يعني عاملة شبه الفورك كده أهي. ماشي؟ طيب أمّا يا دكتور لو كان عندي secondary أمايد كانت هتظهر one spike، بس هي أنا عندي كده primary أمايد. الprimary أمايد أهي يا دكتور ظهرت عندي spike. ظهرت عندي fork. طيب أهو بكل بساطة شبه الفورك. بس double bond O كنسل جراف يا دكتور عند 1600 أو 1800 1700 1600 1700 1650 1700 قريبين من بعض جدًا يا دكتور.
لما تيجي نشوف يا دكتور الاسيتاميد ده عباره عن ايه؟ الN ماسكه سي دبل بوند O ماسكه في هيدروجينه. ايوه ماسكه في هيدروجينه واحده، معناها انها تدينا 1 سبايك. يعني NH بس يا دكتور. طيب عند كام؟ 3300. سي دبل بوند O كنسل جراف عند 1750 او 1600، في رينج 1600 ل 1700. طب ما تيجي نعمل يا دكتور كده بكل بساطه بتاع اهو. فين 3000؟ ادي 3000 اهي. فين 1500؟ ادي 1500 اهو. مين اللي كانس الجراف هنا؟ سي دبل بوند O. مين يا دكتور ده؟ ده الN ماسكه في H. ده سكندري اماين. بس كده. بس كده يا ده كده. طيب تعالَ نشوف آخر حاجة معانا بقى، آخر function group معانا الإيثر. الإيثر مثلًا CH3 ماسك في أكسجين ماسك في CH3. الإيثر ده يا دكتور تعالَ كده، عنده CH أليفاتيك. في كل الناس عنده CH أليفاتيك. الO ماسكة في كربون ما لهوش أي مكان يا دكتور، بس بتظهر عند الfinger print عند كام يا دكتور بقى؟ عند 1000 بالضبط. بيك كنسل جراف كله زي السي دبل بوند او كده. بيك كنسل جراف كله زي مين؟ زي سي دبل بوند او. فبيقول لك اهو، في عند الريجن 1000 ل 1100 في بيك كنسل جراف كله اهو زي السي دبل بوند او. ده بتاع مين؟ ده بتاع الايثر. عند كام يا دكتور؟ عند ال 1000، 1100 بالكتير قوي. وعنده سي اتش اليفاتيك عاديه. بس كده. بس كده يا ده كده. فده الحمد لله خلصنا مع بعض يا دكتور معظم المحاضره، او افضل حاجه او اكتر حاجه في المحاضره بتلخبط. عرفت افرق ما بين الالكان. الكان يا دكتور عنده سي اتش بس عادي. عرفت افرق ما بين الكين عنده يا دكتور بكل بساطه سي دبل بوند اتش، وعنده سي دبل بوند سي. طيب يا دكتور عندي الكاين، عرفت افرق ما بين التيرمينال الكاين والانترنال الكاين. وعرفت بعد كده يا دكتور اشوف البنزين عامل ازاي، الاروماتيك هيدروكربون. عنده حاجه اسمها اوفر تون. بعد كده النيترايل سوفت سي تريبل بوند ان عند 2000 و 2000 2200 2300 في الرينج ده. بعد كده الالكحول عند كام؟ عند 2000 عند 3300 او اتش برود. بعد كده فرقت ما بين الكيتون والالدهايد. ثم دخلنا الفرق ما بين الالدهايد ايه يا دكتور؟ الالدهايد بكل بساطه عندها اتش سي اتش ماسكه بدبل بوند او، ده بتظهر عند 2750، مهم جدا. بعد كده دخلنا على الكربوكسيليك اسيد، كنسل الجراف حرفيا من 3500 ل 2500. ثم دخلنا عند الامايد وعرفنا ان في عندي ان اتش 2 ان اتش ان اتش 2 ان اتش. ثم دخلنا ده الامين. دخلنا عند الامايد بقى عندي ان اتش 2 او ان اتش وسي دبل بوند او. طيب جميل جميل. اخر حاجه الايثر عند 1000 ل 1100. تعالَ نشوف بقى يا دكتور شوية عوامل بيأثّروا معانا ونبدأ نحل مع بعض الأسئلة. طيب أول عامل معانا يا دكتور بيأثّر معايا في الIR frequency اللي هي الكربونايل جروب، الحاجة اللي أنا باسميها الelectronic effect. إيه يا دكتور العوامل اللي بتأثّر معايا في C double bond O بقى؟ بكل بساطة أول حاجة يا دكتور الelectronic effect. يعني إيه كلمة electronic effect؟ بُص يا دكتور، بالنسبة للelectronic effect عندي حاجتين. بكل بساطة يا دكتور C double bond O دي أو الC double bond C إيه اللي بيكون مشكلة فيهم؟ المشكلة فيهم يا دكتور إن السي دبل بوند او دي جميلة خالص أهي، بتظهر عند 1720 تقريبا. طب لو أنا يا دكتور عندي سي دبل بوند او وجنبيها دبل بوند، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل بكل بساطة للمركب ده حاجة اسمها ريزونانس. يلا ارسم لي كده الريزونانس، يبقى سي اتش 3 ماسك في سي، ماسك عندي هنا في سي اتش، ماسك عندي في سي اتش 2. إيه اللي حصل بقى يا دكتور؟ الدبل دي جت هنا. أيوه جت هنا أهي. طيب والدبل دي اتكسرت، الدبل دي اتكسرت أهي يا دكتور، بقت أكسجين. الأكسجين خدت الشحنة بقت شحنة سالبة، ودي بقى عندها شحنة موجبة. طب أنا هاسألك كلمة، هو أنا لمّا كنت في الIR لمّا كنت باقول لك إن عندي C double bond C، دي اللي كانت أحلى والّا C double bond والّا single bond C؟ قُلت لي بكل بساطة دي كانت بتظهر لي يا دكتور عند 1600 مثلًا، دي كانت بتظهر لي عند 1000 يا دكتور مثلًا أو 1300. أيوه، اللي لاحظنا إيه بقى؟ لاحظنا إن الresonance بيميل أكتر إن يخلّي الdouble bond single bond، فيأثّر على 1600 بدل ما تكون 1600 مثلًا تنزل معايا مثلًا يا دكتور إلى 1450. فهمت قصدك. يعني بيقلل الdouble bond characters، الخصائص اللي أنا باسميها double bond characters. أيوه، يبقى تاني الresonance بيقلل double bond characters. يعني أنا عندي هنا resonance يا دكتور أهو، دي المفروض 1720 صح؟ لمّا كان عندي resonance بقت 1700، اشمعنى يا دكتور؟ لإن الdouble bond ده أهو لمّا جه هنا خلّى ده single bond يا دكتور، وخلّى دي single bond يا دكتور، فقللت الdouble bond characters، فبدل ما تظهر عند 1720 ظهرت عند 1700. نفس الكلام يا دكتور عندي حلقة البنزين double single
double يحصل إيه؟ بكل بساطة يا دكتور الdouble ده ييجي هنا والdouble ده يتكسر للأكسجين. فيبقى دي عندي شحنة سالبة يا دكتور هنا، بكل بساطة تظهر برضه عند 1700. بيحصل عندي حاجة اسمه resonance. طيب ماشي. double single double إيه اللي يحصل؟ double ييجي هنا والdouble ده يتكسر فيظهر عند 1610. أيوه يبقى بكل بساطة يا دكتور لو عندي C double bond C ماسك بعدها C double bond O يحصل عندي resonance. الresonance بتخلي يا دكتور الإيه، البيك تظهر بدري، بتحتاج frequency أقل، بتحتاج طاقة أقل. ده باسميها الelectronic effect. تعالَ يا دكتور بقى نخش على تاني حاجة معانا الresonance والinductive effect. برضه يا دكتور مالها؟ أنت قُلت لي يا دكتور بكل بساطة، تعالَ كده معايا. الresonance double single lone pair، الlone pair ينزل يعمل double bond، فالdouble يتكسر ييجي على النيجاتيف على مين؟ على الأكسجين. يالّا ارسم لي المركب بقى CH3 يبقى C عاملة double bond مع الNH2 وعندها هنا single bond مع الأكسجين والأكسجين عليها شحنة سالبة. طيب ده يا دكتور اللي حصل عندي إن الN عليها شحنة موجبة وده عليه شحنة سالبة. طيب ده قلل يا دكتور بكل بساطة حاجة باسميها positive mesomeric effect للنيتروجين، لأن النيتروجين عندها positive mesomeric effect. طيب عندي حاجة تانية يا دكتور بالنسبة للمركب ده. قُل لي يا دكتور أنا دلوقتي قللت بكل بساطة الطاقة عن طريق إن أنا قللت الmesomeric effect، بس يا دكتور في حاجة الأكسجينة الجميلة دي عندها inductive electronegativity عالية. يعني إيه electronegativity عالية؟ يعني عندها inductive effect سحب الإلكترونات من الرابطة، فتقدر تسحب الإلكترونات من الرابطة سيجما ماشي، فتقدر من خلال الinductive effect ده يا دكتور تعمل إيه في الinductive effect؟ الinductive effect بيحافظ على قد ما يقدر على الdouble bond. تاني الinductive effect بيحافظ يا دكتور بقد ما يقدر على الdouble bond. طب الmesomeric effect بيكسر الdouble bond. تاني أنا كده عندي حاجتين، واحد اسمه inductive effect بيحافظ على الdouble bond، وعندي حاجة اسمها mesomeric effect. ده يا دكتور بيعمل إيه؟ ده بيقلل الdouble bond. طب أنا عندي الdouble bond مهمة جدًا. طيب إيه اللي يحصل بقى يا دكتور؟ اللي يحصل لو أنا عندي NH2 الNH2 بيكون فيها إيه؟ بيكون فيها الpositive mesomeric effect على النيتروجينا أعلى من الinductive effect. يعني ده اللي كسب. لمّا ده يكسب يا دكتور الdouble bond characters تقل، فيا دكتور يظهر عندي بشكل قليل 1670 المفروض يظهر عند 1720. فظهر هنا عند 1670 ليه؟ لأن الpositive mesomeric effect أعلى من الinductive effect. طيب ماشي يا دكتور، تعالَ نشوف لو أنا عندي إستر C double bond O ماسك في O عليها lone pair، الأكسجينة برضه تعمل double bond والdouble bond يتكسر ودي تاخد شحنة سالبة والdouble bond ده يكون اتكسر، باسميها عند الأكسجينة positive mesomeric effect. طيب ما هو الأكسجينة برضه عندها negative inductive effect يا دكتور. إيه اللي يحصل؟ قال لك إن الpositive mesomeric effect بتاع الأكسجينة الmesomeric effect بتاع مين؟ بتاع الأكسجينة أقل من الnegative inductive effect ماشي، أقل من مين؟ قصدي أعلى من النيجاتيف inductive أقل من النيجاتيف inductive effect. تاني الpositive mesomeric effect بتاع الأكسجين أقل من النيتروجين، بس يا دكتور النيجاتيف inductive effect بتاع الأكسجين أعلى من النيتروجين ده أهي. أيوه، وبالتالي هنا يا دكتور الإيه؟ الdouble bond characters زادت. إزاي؟ يا دكتور هنا الinductive effect هو اللي كسب في الأكسجين، أمّا الmesomeric effect خسر. أيوه، يعني إيه؟ يعني أحافظ على الdouble bond أكتر. أيوه، أحافظ عليها أكتر يبقى أظهر عند 1730 أحتاج طاقة أكتر. طيب يا دكتور عندي double bond O وكلور، الكلور بينزل يا دكتور عنده positive mesomeric effect والأكسجين عنده negative inductive effect. مين يكسب يا دكتور بكل بساطة؟ اللي يكسب بكل بساطة يا دكتور الinductive effect يكسب بمراحل. طيب الinductive effect يا دكتور بكل بساطة هو الأكسب والّا الmesomeric effect؟ لأ الأفضل هنا الinductive effect. ده معناها إيه؟ يعني هيحافظ على الdouble bond أكتر، لمّا يحافظ على الdouble bond أكتر يبقى يحتاج طاقة أعلى، frequency أعلى، wave number أعلى. أيوه، يبقى يا دكتور عنده 1800 يظهر عند كام؟ 1800. فيقول لك يا دكتور هنا أهو في الC double bond O frequency في الأمايد والإستر والأسيد كلورايد، إيه اللي بيحصل؟ الnegative inductive effect بتزود الdouble bond characters وبتحسّن الvibration frequency وبتحتاج vibration وfrequency أعلى. طيب يا دكتور الmesomeric effect بتقلل الdouble bond characters وبتقلل الvibration method. طيب يا دكتور لو كان عندي أمايد يبقى الpositive mesomeric effect يكسب، لو عندي إستر أو عندي كلورايد الnegative inductive effect يكسب.
وبالتالي ده بتحتاج طاقة عالية، ده طاقة عالية، ده طاقة قليلة. بس كده، بس كده. آخر حاجة عندي الring strain. إيه هو بقى الring strain يا دكتور؟ قال لك كلما كانت الring الحلقة بتاعته صغيرة، كلما يا دكتور احتاجت طاقة وfrequency أعلى، كلما كانت الحلقة صغيرة بالشكل ده، كلما احتاجت frequency أعلى. طيب بُص هنا احتاجت frequency كام 1783 1774 47 1714 1704 أيوه كلما كانت الحلقة هنا رباعية بقت تحتاج طاقة أكبر، خماسية طاقة أقل شوية، سداسية طاقة أقل، آخر حاجة سباعية أقل. أيوه كلما كانت الحلقة أصغر كل ما احتاجت frequency وطاقة أعلى، ده باسميها الring إيه، الring strain. طيب ماشي يا دكتور جميل، جميل جدًا، جدًا، جدًا. تعالَ نشوف بقى الseeable bond O لمّا يكون conjugated وما يكونش conjugated. طيب لمّا يكون في conjugation يا دكتور مثلًا هنا كيتون أهو، هاجي أشوف فين، هاجي أشوف هنا يا دكتور أهو على الseeable bond O، seeable bond O أهو يا دكتور conjugated يعني الdouble دي يا دكتور هتتكسر وياخد دي شحنة. أيوه لمّا ييجي ياخد شحنة سالبة يا دكتور معناها إن الcharacters بتاعته قلّت، فيظهر عند 1600 مثلًا و70 1680 أيوه بالشكل الجميل ده. هو المفروض كان يظهر عند 1720 أيوه ظهر يا دكتور عنده قليل ليه؟ عشان عنده double bond عشان عنده يا دكتور double bond. طب يا دكتور لمّا ما يكونش عندي هنا double bond characters ما يكونش عندي resonance characters no resonance أيوه بكل بساطة يظهر عند كام؟ عند 1720 أو أعلى أهو، ظهر عند 1730 يبقى شُفت يا دكتور لمّا كان عنده double bond أو عندي resonance ظهر بدري، يا دكتور ما كانش عنده resonance ظهر متأخر عند 1720 طيب جميل، جميل. تعالَ بقى يا دكتور هنا بيقول لك عندك يا دكتور مركب IR chart design the significant peak that enforce you to choice. باقول لك يا دكتور بعد إذن حضرتك عندك مركب أهو، ومركب أهو، ومركب أهو. طيب أول حاجة أنا لمّا أشوف الpeak دي عندي كام؟ 3500 انتهت عند كام؟ عند 2500 خلاص أنا ما أفكّرش بقى ده carboxylic acid OH phenol بتاعة مين؟ بتاعة carboxylic acid. طيب، طب يا دكتور دي عبارة عن إيه؟ دي CH3 يا دكتور CH aliphatic ده عند ال3000 أهي CH aliphatic. طيب يا دكتور بعد إذن حضرتك ده عند كام؟ ده كان عند 1700 1700 يبقى C double bond O 1700 واكلة الجراف كله كده C double bond O أهو C double bond O. طب ده يا دكتور بالنسبة لي الfinger print أنا مش هافكر أنا في الfinger print بتاعتي. فأنا عندي CH3 C double bond O أهو C double bond O OH أيوه بكل بساطة يبقى الإجابة بتاعتي الكربوكسيليك أسيد. ده كان cyanide ما فيش حاجة cyanide هنا. دي كان NH2 ما فيش عندي بيك يا دكتور هنا إيه forked ولا حاجة. طيب آخر حاجة معانا بقى يا دكتور الهيدروجين bonding. يعني إيه كلمة هيدروجين bond؟ قال لك لمّا يكون عندك كحول يا دكتور، الكحول بيعمل مع بعضه حاجة بنسميها intermolecular hydrogen bond. يعني إيه intermolecular hydrogen bond؟ يعني بيكوّن هيدروجين bond مع كل واحد والتاني. يعني ده كحول لو عنده اتشاي والكحول التاني عنده أكسجيناي يكوّنوا مع بعض double bond هيكوّنوا مع بعض هيدروجين bond. نفس الكلام عندي هنا هيدروجين bond، نفس الكلام عندي هنا هيدروجين bond. يحصل إيه بقى في الهيدروجين bond؟ قال لك إن الهيدروجين bond بيتكوّن في الألكحول والفينول. ماشي، سواء كان في الsolid state أو liquid state أو solution state. الهيدروجين بوند دي يا دكتور بنسميه inverse polymeric association بتعمل حاجة يا دكتور بسيطة، قال لك بتعمل إيه؟ قال لك بتخلّي البيك بتاعتي برود عريضة شوية. يبقى تاني الهيدروجين بوند بتخلّي البيك بتاعتي عريضة شوية، وبتقلل معايا الfrequency يا دكتور فتظهر عند 3500 3300. بُص هنا كده يا دكتور أهو، البيك بتاعتي عريضة شوية، البيك بتاعتي إيه؟ عريضة شوية. طب هنا يا دكتور أهو، البيك بتاعتي عريضة شوية برضه أهي، مهما يكن. طب هنا يا دكتور البيك بتاعتي sharp أوي، وبرضه كان بيقول لك إن دي OH. طب أنا كده عملتها إزاي؟ والله بكل بساطة يا دكتور جِبت المركب بتاعي اللي هو CH3OH مثلًا، وجيت قُلت له أنا مش هاخلّيك تعمل double bond أنا هاعمل لك dilution بCCl4 تاني هاعمل لك إيه بتتراكلوروميثان CCl4 فالintermolecular hydrogen bond يا دكتور اتكسرت، فالبيك بقت sharp بقت إيه؟ بقت sharp تاني إيه اللي حصل معايا إيه؟ ضِفت CCl4 كسّر الdouble bond فخلّى الdouble bond كسّر يا دكتور الهيدروجين bond فخلّى المركب الغالي بتاعنا ده ما يقدرش يعمل هيدروجين bond فيظهر عندي البيك اتشارب خالص، يظهر عندي البيك إيه، اتشارب خالص. فالهيدروجين بوند كلّما زادت، كلّما قلّل الfrequency يا دكتور، كلّما بكل بساطة ما خلّى المركب بتاعنا more more broad peak more broad peak يعني البيك بتاعتنا بقت واسعة، بقت عريضة يا دكتور. فتاني زوّدت الهيدروجين بوند، قلّلت الfrequency قلّلت الطاقة يظهر متأخر، يعني يظهر عند 3300 مثلًا، 3400 أيوه، وبالتالي يا دكتور هيعمل معايا إيه، هيخلّي المركب بتاعنا more broad يعني هيخلّي الOH بتاعتنا
more broad. الcarboxylic acid بيعمل حاجة اسمها dimer، يعني الأكسجينة دي تعمل هيدروجين بوند، والهيدروجينة دي تعمل هيدروجين بوند مع الأكسجينة التانية. فيظهر معايا عند 3200 بسبب مين؟ الهيدروجين بوند أو الدايمر بتاعة الهيدروجين إيه؟ بتاعة الهيدروجين بوند يا دكاترة. ممكن أوقات يعمل حاجة باسمها انترا موليكولار هيدروجين بوند، انترا موليكولار هيدروجين بوند. لو عندي يا دكتور إيه؟ الدهايد وعندي كحول في نفس ذات المركب في سلاسل الدهايد، يعمل انترا موليكولار هيدروجين بوند، يظهر يا دكتور عند 3200. 3200. فهمنا الكلام؟ يا رب يكون الموضوع واضح مفيش فيه أي إشكالية إطلاقا. تعالى بقى يا دكتور نبدأ نحل بقى شوية أسئلة نفهم مع بعض ونشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي. هنا دلوقتي شوية أسئلة يا دكتور، الدكتور حاططهم معانا في آخر السلايدز. هنحاول نحل على معظمهم، وفي حاجات كده مش باينة قوي هنكنسلها واحنا بنحل. أول حاجة يا دكتور بيقول لك which of the following statement about the infrared spectroscopy is correct. هي يا دكتور من الحاجات اللي جاية ديت هي إجابة صحيحة. أول حاجة when the frequency of infrared red match the frequency of the bond بيحصل عندي vibration. أيوة يا دكتور بكل بساطة ده بيحصل لما يكون يا دكتور الطاقة بتاعتنا بتاعت الاي ار بتساوي الطاقة اللي هي اللازمة علشان يحصل يا دكتور فايبريشن لهنا. إذا يا دكتور البوند هيحصل لها فايبريشن، يعني البوند هتهتز، فدي إجابة صحيحة. طيب الانفراريد سبكتروسكوبي كان بي يوزد ديترماين السايز، لا مش بيحدد السايز، ده الانفراريد بيحدد الفانكشن جروب. طيب الاي ار سبكتروميتر eliminate compound with infrared light and record البوزيشن. بوزيشن ده غلط. يعني ايه كلمة بوزيشن؟ يعني مكان. بيقول لك هو بيحدد المكان، لا مش بيحدد المكان يا دكتور. كمان يا دكتور where the light is blocked، هو بيعمل بلوك لللايت؟ لا مش بيعمل بلوك لللايت. هو بكل بساطة بيعمل لللايت يا اما absorb يا اما transmission. بلوك دي غلط كمان. طيب the fingerprint region of spectrum can be used to identify الفانكشن جروب. هل يا دكتور استخدمنا الفينجر برينت علشان نحدد الفانكشن جروب؟ ده انا كنت بقول لك يا دكتور بكل مكان الفينجر برينت ريجون اهي من اول 1400 ما كنتش ببص عليها اصلا. ده الفانكشن جروب اصلا في المنطقه الثانيه. ايوه. اذا يا دكتور هو مش بيحدد الفانكشن جروب، فاجابه غلط. يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتنا هي اجابه ايه؟ طيب in an infrared spectrum which of the following function group has highest frequency. هي من المركبات الآتية ليها فريكونسي عالي. الكيتون عند 1720، الالدهايد يا دكتور 1720، وكمان يا دكتور الاتش بتاعته عند 2750. الاستر بكل بساطة سي دبل بوند او يبقى 1720. الكحول بكل بساطة الكحول يعني او اتش 3300 او 3600 كمان. يبقى الإجابة الصحيحة هي الكحول. which a carbonyl group will cause a sharp dip in at about. يعني بيقول لك الكربونيل جروب بيدينا sharp deep at about كام يا دكتور؟ يعني بيظهر لنا عند كام الكربونيل جروب؟ سيدا بالبوند دي بتظهر عند كام؟ عند 1720. انا كاتب لك 1700 ف 1700 بس تمام. which of the following cause a vibration of atom؟ ايه اللي بيسبب يا دكتور vibration للاتوم؟ اول حاجه انا قلت لك الفايبريشن للاتوم لازم أن يكون عندي دايبول مومنت. ايوه يبقى الدايبول مومنت هي اللي صح. النمبر اوف البروتون لا. الالكترون موفمنت اكيد لا. الموليكولار توتال موليكولار ويت اكيد يبقى هو الدايبول مومنت فعلا. which solvent is ideal for infrared spectroscopy؟ ايه هو اهم واحد في الانفراريد سبكتروسكوبي؟ ده احنا خدناه يا دكتور في الاخر خالص 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 مع الاو اتش. ايوه احنا قلنا بنستخدم السولفنت نون بولار سولفنت علشان ما نكونش هيدروجين بوند. اسمه ايه يا دكتور بكل بساطه؟ اسمه سي سي ال 4. سي سي ال 4. يبقى هو يا دكتور يبقى انا هستخدم بعد اذن حضرتك الكربون تترا كلورايد او الكربون داي سلفايد، هو اكتر ناس بنستخدمها، سميهم نون بولار سولفنت. طب يلا يا دكتور بعد اذن حضرتك حدد لي انا ممكن افرق المركب دي ازاي، اطلع المركب دي ازاي. اول حاجه انا عندي سي دبل بوند او بتطلع عند كام يا دكتور؟ 1720. سي اتش 3 يا دكتور السي والاتش بيطلعوا عند كام؟ عند 2950. شايف حاجه تاني؟ ده يا دكتور ده او ماسكه في كربون ماسكه في كربون، ده ممكن بتاعه الايثر اللي بتظهر عند 1100 او 1000 يا دكتور. طب يا دكتور اتش الدهايد بتظهر عند كام؟ بتظهر عند 2750. دبل بوند او تظهر عند كام يا دكتور؟ 1720.
هنا CH3 تظهر عند كام؟ 2950. طيب نفس الكلام كده بالضبط بقى، أنا عايزك تمشّيه على كل حاجة. أول حاجة يا دكتور شبه الإيثر، ماشي؟ تظهر عند كام بكل بساطة؟ 1000، 1100 إلى 1000 يعني. طيب ماشي، الCH يا دكتور عند 2950، وكمان الdouble bond C double bond C يا دكتور كانت عند 1600 يا دكتور. طيب دي الC double bond C. أنا عايزك كل حاجة تمشي كده يا دكتور، بعد إذن حضرتك الdouble bond O 1700، الNH أو 1660، NH2 يا دكتور بتظهر عند 3300 أو 3500، CH3 تظهر عند كذا. تمسكهم لي واحدة واحدة يا دكتور، والله العظيم ما في أي حاجة فيها صعبة. يعني كربوكسيليك أسيد فينول 2500 إلى 3500، الدبل بوند O دي يا دكتور 1720، دبل بوند C 1600. شُفت؟ سهلة. طب نفس الكلام هنا يا دكتور، NH2 تظهر عند 3600 إلى 3200، 3300 كمان. طيب جميل، يعني CH3 2950. فأنت بقى تحدد لي كل واحدة فيهم وإيه، وتكتبهم لي كده على جنب. طيب باقول لك يا دكتور، أنا ممكن بعد إذن حضرتك أفرّق ما بين ده وده إزاي؟ بُص، أول حاجة ده عبارة عن إيه يا دكتور؟ ده phenyl group، ده phenyl group، الاتنين يظهروا مع بعض، شبه بعض. بس يا دكتور ده عبارة عن إيه؟ aldehyde، H aldehyde بتظهر عند 2750. طيب ده يا دكتور عبارة عن إيه؟ كمان ده عبارة عن كيتون، كيتون يعني 1720، يعني قصدي aldehyde يعني C double bond O. طب هاقول لك كلمة، دي شبه دي، خلاص يبقى يا دكتور مش هاجيبها. يا دكتور ده كربونة ماسكة في O ماسكة في كربونة، دي بتظهر عند 1000 إلى 1100، شبه الإيثر يعني. تعال نشوف دي، الNH دي يا دكتور بتظهر عند 3300 إلى 3600، CH3 تظهر عند كام يا دكتور؟ 2950. طب تعال نشوف هنا يا دكتور بكل بساطة، الN دي هتظهر معايا؟ لأ مش هتظهر. طب الCH3 هتظهر معايا؟ أيوه هتظهر يا دكتور عند 2950. يبقى في فرق كبير أوي، بيك ظاهرة قدامي للأعمى اللي هي دي، دي مش هتظهر لأن دي يا دكتور باسميها tertiary nitrogen أو tertiary أمين. دي secondary أمين. يبقى أنا هافرّق ما بينهم إزاي؟ بالNH دي، دي هتظهر عند 3300، دي يا دكتور ما لهاش بيك، no بيك، أو البيك بتاعتها بتظهر عند أقل من 1000 يعني في الfinger print بكل بساطة. طيب الfinger print. طيب تعالَ نشوف المركب اللي بعده. بيقول لك يا دكتور عندك رسمة، ممكن بعد إذن حضرتك تحدد لي المركب ده أنهي واحد فيهم؟ أول حاجة أنا بصيت يا دكتور باعمل إيه؟ باروح جاي راسم عند 3000 خط، يالّا اطلع لي بخط 3000. ارسم لي يا دكتور ال1000 ونُص خط، يالّا يا دكتور أنا مش فاكر ال1000 ونُص فين، يالّا ارسمه كأنه هنا يعني. إيه اللي حصل؟ لقيت يا دكتور عندي البيك دي، البيك ده عند 3300 وشكلها برود، أيوه ده البيك بتاع الOH يا دكتور، دي بيك بتاع ألكان CH3 أو CH من الآخر يعني مش لازمًا CH3، هي CH. طيب C ماسكة في H، ألكان عادي. طب بعد إذن حضرتك يا دكتور يالّا بينا نطبّق. أول حاجة أنت عندك الكحول؟ لأ ما عنديش الكحول، يبقى أنت إجابة غلط. عندك الكحول؟ لأ إجابة غلط. aldehyde؟ إجابة غلط، ما عنديش aldehyde. يا دكتور ده كحول وده كحول، أنهي واحد فيهم؟ تعالَ بقى نطبّق. يا دكتور عشان أعرف أنهي واحد، هل ده المركب والّا ده، أنا عندي C5 H10 أكسجينة. طب تعالَ كده 1، 2، 3، 4، 5، أيوه يا دكتور ده C5. 1، 2، 3، 4، 5 ده C5. كام هيدروجينة؟ 10. طب تعالَ كده نشوف. أنا CH3 تعالَ بقى ارسم لي الهيدروجين بتاع ده، 1، 2، 3، 4، 5، 6 هيدروجينات، 7، 8. يا دكتور الكربونة دي ماسكة برابطة 2، 3 ناقصها هيدروجينة، يبقى كده كام؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. يبقى ده عنده 12 هيدروجينة. هو كان عندي كام هيدروجينة؟ 10، يبقى ده إجابة غلط. طب ده عنده كام هيدروجينة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. هنا في واحدة 9 وادي ال10، يبقى ده الإجابة الصح، يبقى الإجابة بتاعتي هي إجابة إيه. شُفت أنا عملتها إزاي؟ أيوه أنا كنت خايف من الألكحول ده وكنت خايف من الألكحول ده، حسبت عدد ذرات الهيدروجين هنا وذرات الهيدروجين هنا، طلع الناتج بتاعي ده اللي صح. طيب ماشي. تقول لي يا دكتور مش معنى دي فيها 10 ذرات هيدروجين ودي في 12، هاقول لك بُص يا دكتور، أي كربونة بيكون عندها 4 روابط، 4 روابط. طيب الكربونة اللي عندها 4 روابط ركّز معايا بس آخر حاجة، الكربونة عندها كام رابطة؟ 4 روابط، دي كربونة أهي، دي اسمها إيه؟ كربونة. ماسكة بكام رابطة؟ ماسكة برابطة واحدة، ناقصها 3 روابط، 1، 2، 3، يعني ناقصها 3 هيدروجين، ما أنا الهيدروجين مش بارسمه، 1، 2، 3. طب نفس الكلام ناقصها 3 هيدروجين، 1، 2، 3. طيب ماشي يا دكتور، دي ناقصها 2، 1، 2، 3، 4، ناقصها 2 بس.
دي كمان ناقصها 2 ودي كمان ناقصها 1 وادي كمان 1 هيطلع بيساوي 12. دي يا دكتور ادي رابطه 2 يبقى ناقصها رابطتين 1 2 يعني عندها 2 هيدروجين ودي 2 هيدروجين ودي 2 هيدروجين ودي 2 هيدروجين يبقى كده 8. وادي واحده 9 وفي واحده هنا مستخبيه يبقى 10. طيب تعالوا نشوف المركب اللي بعده. اول حاجه بفكر فيها هرسم يا دكتور، ارسم لي يا دكتور الخط بتاعك الجميل. اللي حصل؟ ارسم لي يا دكتور الخط بتاعك الجميل اهو، وارسم لي يا دكتور الخط بتاعك الجميل اهو. ماشي. بعد اذن حضرتك يا دكتور عندي 3000 في ايه؟ في يا دكتور سي ماسكه في اتش. ايه ده انا عندي بيك هنا يا دكتور عند 1700 اهي. اه البيك دي جايبه اخر الجراف ده سي دبل بوند او. هل في حاجه تاني؟ لا. طب تعال نشوف ده او اتش، مفيش عندي او اتش هنا، لو في او اتش كانت هتبقى موجوده. ده يا دكتور ده او، لا يا دكتور ده انا عندي سي دبل بوند او، يبقى انت مش موجوده. طب ده انا عندي سي دبل بوند او ممكن، عندي سي دبل بوند او دي ممكن، عندي يا دكتور او اتش لا مش ممكن. طيب يبقى انا كده يا دكتور محتار ما بين المركب رقم سي والمركب رقم دي، والباقي مش محتار ما بينهم. طيب هو المركب رقم سي ده اهو، الجميل ده اهو، عنده ايه تاني؟ عنده اكسجينه ماسكه في كربون ماسكه في كربون. المفروض تظهر لي عند 1000 بيك كانسل جراف شبه ده. فين الالف؟ ادي الالف اهو. 1000 بيك يا دكتور بص، اخرنا 1100، اخرنا 1000 وكام؟ 1100. فين 1100؟ ادي 1100 اهو، وادي الالف اهو يا دكتور. هل في بيك في الحته دي كانسل جراف؟ لا مفيش بيك في الحته دي كانسل جراف. يبقى اذا الاجابه بتاعتي هي الاجابه دي. بس كده، بس كده الموضوع سهل جدا. تعال نشوف يا دكتور المركب اللي بعده. بيقول لك اختار المركب يا دكتور من المركبات الاتيه. ايه ده انا مش شايف حاجه. طيب هنحاول يا دكتور نشوف فين ال 3000. ال 3000 ده 2800 2800 900 3200، يعني احنا نعتبر دي ال 3000 اهي. بس انت نسيبها بلون تاني مختلف. نعتبر دي ال 3000 اهي يا دكتور. ادي ال 3000 اهي. طيب يا دكتور فين ال 1000 ونص؟ ادي ال 1000 ونص اهو يا دكتور. يلا ارسم لي عند ال 1000 ونص كده بيك اهو. ده كده ال 1000 ونص. طيب ماشي يا دكتور بعد اذن حضرتك. هو بيقول لك ايه؟ انا بعد ال 3000 عندي بيك، بعد ال 3000 عندي بيك اهي. البيك دي يا دكتور شبه كده كلهم حلقة بنزين، يبقى كده انا اكيد عندي حلقة بنزين. ليه؟ لان بعد ال 3000 لقيت بيك اللي هي عند 1100 3100. خلاص انا كده عندي حلقة بنزين. طيب يا دكتور عندي ايه تاني؟ عندي عند كام دي بقى؟ 1712 او 1000 1700 في بيك. 1700 مش والله بصراحة انا مش شايفها قوي عند رقم كام يعني. المهم انا عندي هنا بيك وعندي هنا بيك، يعني عندي سي دبل بوند او. الحتة دي ما فيهاش غير سي دبل بوند او، والحتة دي سي دبل بوند سي بتاع الالكين. طيب تعالَ نطبّق يا دكتور. بكل بساطة حلقة بنزين سي دبل بوند O. طيب يا دكتور ده عنده أكسجينة ماسكة في كربون ماسكة في كربون. فين ال1000؟ فين ال1000؟ أدي ال1000 أهو. عندي بيك كانسل جراف؟ لأ ما فيش عندي بيك كانسل جراف، يبقى دي مش موجودة. دي كمان كده مش موجودة. ماشي؟ دي كمان كده مش موجودة. خلاص أنا بكل بساطة هابُص عند ال1000 في بيك كانسل جراف كله؟ ما فيش بيك كانسل جراف، يبقى أنا كده أكيد مش عندي يا دكتور أكسجينة ماسكة يمينها كربون أو شمالها كربون. فهمت قصدي إيه؟ يبقى الأكسجينة دي بتظهر لي عند كام؟ عند 1000 إلى 1100. مش موجودة عندي يا دكتور، خلاص يبقى أنتِ مش موجودة. طب يا دكتور ما هي الأكسجينة تانية أهي مش موجودة، أكسجينة تانية أهي مش موجودة، يبقى لازمًا تكون موجودة يا دكتور البيك دي. خلاص يبقى أنا عندي C double bond O وحلقة بنزين وده الناتج بتاعنا يا دكتور. ده اللي أنا شايفه يعني اللي أنا شايفه من الجراف. طيب هل يا دكتور الرسمة بتجينا في الامتحان كده؟ لأ الرسمة ما بتجيش كده خالص، هو بس الدكتور كان حابب يزود أسئلة وخلاص. طب تعالَ نشوف المركب اللي بعده. فين ال3000؟ أدي ال3000 يا دكتور أهو. طيب جميل. فين ال1500؟ أدي ال1500 يا دكتور أهو. ده بقى ترسمها بشكل أحسن. طيب بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا شايف إيه؟ أنا شايف هنا حلقة بنزين أهي عند ال3100. طيب شايف هنا إيه يا دكتور؟ شايف CH ألكان، شايف 1688. 1688 دي يا دكتور دي عبارة عن إيه؟ 1688 دي عبارة عن سي دبل بوند O. طيب وهنا يا دكتور في برضه بيك أهو عند 1600 دي سي دبل بوند C. طيب يا دكتور بعد إذن حضرتك سي دبل بوند O لما نزلت خالص عند 1688 دي معناها إيه؟ دي معناها إن أنا عندي يا دكتور ريزونانس، من الآخر عندي لأن نسيت أبو البوند إيه دايمًا 1700. دي معناها إن أنا عندي إيه؟ ريزونانس. طب تعالَ يا دكتور السي دبل بوند أهو أهي، أيوه ده ماسكة هنا ريزونانس يبقى دي إجابة صح. هنا ما عندهاش ريزونانس يبقى دي إجابة غلط. بُص وبعدين هنا كاتب لك إيه؟ ده هنا يا دكتور أسيد. هل أنا عندي بيك الأسيد؟ لأ مش عندي بيك أسيد. تاني، أنا دلوقتي عرفت إن أنا عندي سي دبل بوند O
وعندي يا دكتور بعد إذن حضرتك وعندي حلقة بنزين. طيب، هل أنا يا دكتور عندي كربوكسيليك أسيد؟ لأ، ما فيش عندي كربوكسيليك أسيد، فالإجابة دي غلط. هل عندي يا دكتور ألدهايد؟ لو الألدهايد يبقى كان في بيك هنا في الحتة ده أهي، في الحتة دي في ألدهايد. لا يا دكتور ما عنديش ألدهايد، يبقى إجابة غلط. طب يا دكتور يبقى الإجابة بتاعتي دي يا دي. بصيت يا دكتور لقيت أنا عندي 1600 1688 1688. دي معناها إيه؟ معناها بكل بساطة إن السيتابل بوند O بتعمل ريزونانس مع حلقة البنزين، ودي يا دكتور الإجابة الصحيحة بتاعتها. فهمت قصدي إيه؟ طيب تمام. إزاي يا دكتور تاني؟ تعالَ بُص كده في التأثيرات اللي إحنا خدناها الأخيرة. أيوه، التأثيرات الأخيرة. لمّا يا دكتور كانت بتعمل ريزونانس، فاهم؟ لمّا كانت بتعمل ريزونانس كانت قلّت ل1700 كمان، قلّت ل1700. طيب يا دكتور أدام عملت ريزونانس كانت double bond O ورا دي على طول، ورا حلقة البنزين على طول. أيوه، فيا دكتور الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة اللي باينة عندنا، 1880 قريبة ل1700. طيب تعالَ نشوف المركب ده. يا دكتور أنا شايف هنا CH ألكان. طيب، شايف هنا إيه يا دكتور؟ شايف هنا C double bond O، انسى الجراف كلها. طيب تعالَ كده نشوف حلقة بنزين، أنت فين ال3000؟ أدي ال3000 أهي. فين يا دكتور؟ ارسم لي بس 3000 تاني. أدي ال3000 أهي. هل في حاجة بعد ال3000 يا دكتور؟ لأ، ما فيش حاجة بعد ال3000. إذًا يا دكتور بكل بساطة ما عنديش حلقة بنزين، ما عنديش حلقة بنزين، ما عنديش حلقة بنزين، يبقى هي فعلًا أنا عندي كيتون بس يا دكتور. طيب، يا دكتور ما هو أنا لو عندي حلقة بنزين كمان كنت هالاقي هنا كده أيزوتوب، ما فيش كمان أيزوتوب. طيب، كنت هالاقي C double bond C هنا في الحتة دي. أيوه ما لقيتش. طيب فين يا دكتور الرسمة بتاعتك؟ 3000 أهو. والّا فين ال1000 ونُص؟ أدي ال1000 ونُص، فين ال1000 ونُص أهو، أدي ال1000 ونُص أهو. يا دكتور طيب، ال1000 ونُص ظهر عندي بيك أصلًا عند ال1000 ونُص، أهي ده البيك بتاع ال1000 ونُص. طيب البيك اللي عند 1000 ونُص بالضبط دي عبارة عن C double bond C، ما هو من 1450 ل1600 C double bond C. طيب، وهنا يا دكتور عندي إيه وهنا عندي إيه؟ طب ركّز معايا بس تاني كده. يا دكتور ده أنا عندي عند 1000 ونُص، ماشي، ودي عبارة عن إيه بقى؟ دي يا دكتور بكل بساطة فوق ال3000، يعني أنا عندي C ماسكة double bond مع حاجة وعندي هيدروجين. ده ممكن تكون C aromatic. أيوه فعلًا aromatic، aromatic، aromatic. طيب، هاسأل نفسي سؤال، أنا بس بالاستبعاد، أنا عندي OH، مش الOH المفروض تظهر هنا؟ أيوه برود. أيوه يبقى دي مش موجودة. طيب جميل، جميل. يا دكتور أنا عندي NH2، الNH2 يا دكتور شكلها عامل إزاي؟ كده أهو. يعني يا دكتور بكل بساطة عاملة زي الفُرْك. هل يا دكتور أنا عندي بيك عاملة زي الفُرْك عند 3300؟ بصيت يا دكتور ما لقيتش. لقيت أنا عندي بيك يا دكتور sharp كده، أيوه ده بتاع الNH العادية، اللي أنا قُلت لك sharp أهي. أيوه يبقى دي الإجابة بتاعتي الصح الA. يعني من غير ما أفسّر أصلًا، أنا باطبّق البيكات اللي هنا على الأسئلة، باطبّق إيه يا دكتور؟ البيكات اللي هنا على الإيه، على الإجابات. طب تعالَ نشوف، من غير ما أشوف، دي كربوكسيليك أسيد. تعالَ يا عم نشوف، ده ألدهايد يبقى ما ينفعش، ده OH ما ينفعش، يبقى كده يا دكتور ده الإجابة. بُص، من قبل ما أشوف، أنا عندي يا دكتور بيك جايبة من 3500 إلى 2500. عايزة تاني؟ خلاص باينة والواضحة، باينة للأعمى. نفس الكلام يا دكتور أهي COOH. هل يا دكتور مستاهل إن أنت تشوف تاني؟ لأ مش مستاهل إن أنت تشوف. فين يا دكتور COOH أهي. يا دكتور ده فينول ما ينفعش الفينول. قصدي الكحول ما ينفعش الكحول. ده يا دكتور إيه ده؟ ده بكل بساطة يا دكتور ده أمايد ما ينفعش الأمايد. يبقى الإجابة بتاعتي هي إجابة إيه؟ هنشوف المركب التاني. عند 2976 ده CH أليفاتيك. إيه ده؟ ده الاتنين بيك دولت يا دكتور بتاع 1750 ده CH ألدهايد. C double bond O ماسكة في ألدهايد يعني الCH دي. طب يا دكتور دي عبارة عن إيه؟ دي C double bond O. طيب يا دكتور يبقى أنا كده عرفت إن أنا عندي ألدهايد من البيك الجميلة خالص دي. طب عرفت عندي ألدهايد، أيوه أول واحد ألدهايد ينفع. ده مش ده استنى بس، ده ألدهايد. ده إيه؟ ده ألدهايد. ليه؟ أدي هيدروجينة أهي. الهيدروجينة مش بتتكتب. يا عم اهدى بالله اهدى بقى. دي هيدروجينة أهي. ودي هيدروجينة أهي. يبقى ده ألدهايد ودي ألدهايد. طيب ده كربوكسيليك أسيد مش هينفع، يبقى الاختيار ما بين B وما بين إيه. طب يا دكتور B ده حلقة بنزين، حلقة البنزين يكون ليه بيك عند 3000 3100. ما فيش بيك عند 3100، يبقى يا دكتور هستبعد حلقة البنزين، يبقى هي الإجابة إيه. فهمت قصدي إيه؟ شُفت الكلام؟ طيب تعالَ نشوف يا دكتور من غير ما أشوف، ده فورك صح؟ فورك اللي هو NH2. طيب NH2 تنفع، NH لا تجوز. NH2 تنفع. يبقى أنا كده يا دكتور ما بين A وما بين C، أنا كده استبعدت B أصلًا. طيب هاعمل إيه يا دكتور؟ أنا عندي حلقة بنزين، حلقة بنزين، يبقى مش هاعرف أفرّق ما بينهم. هنا عندي C double bond O، هنا ما عنديش C double bond O. يبقى أنا لازمًا أشوف لو لقيت يا دكتور كربونايل جروب عند 1720
يبقى أنا كده بكل بساطة عندي أمايد، لو ما لقيتهاش يبقى أنا كده عندي برايمري أمين، تعالَ كده بصيت، 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 فين 1500 أدي 1، 2، 3، 4، 5 دي 5 أهو، أطلع بفوق كده يا دكتور، بالدور العاشر، طلعت لفوق. دي يا دكتور الأكيد دي suitable bond C بتاعة حلقة البنزين. طيب ودي يا دكتور اللي كنسل الجراف كله، شايفة كنسل الجراف كله إزاي؟ أيوه دي suitable bond O. طيب أنا كده بكل بساطة يا دكتور عندي مين؟ عندي الأمايد، يبقى دي الإجابة الصحيحة. آخر سؤال معانا يا دكتور، أيوه، ده اللي كان الجراف كله COOH يبقى كربوكسيليك أسيد، الكيتون إستر كربوكسيليك أسيد الدهيد الكحول نيترايل، لأ هو كربوكسيليك أسيد. كده الحمد لله يا دكاترة محاضرتنا خلصت، محاضرة طويلة شوية ومعلوماتها لذيذة وجميلة. أتمنى يكون الموضوع سهل، عندك أي سؤال ابعته لي أنا موجود معاك. أشوفك إن شاء الله في محاضرات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.